تخيل معايا تكون عيل تعبان مفيش منك اي فايدة، وفجأة تتنقل لعالم تاني وتكتسب قدرات اسطورية، وكمان تكون امير المملكة. تخيلت معايا؟ طب ما يلا بينا نبدأ الحكاية. بس طبعا صل على الحبيب علشان قلبك يطيب، وهيا بنا نغوص في اعماق الحكاية. ده هو شين، طالب مدرسي لا بيه ولا عليه، ولكنه من الناحية التانية مهووس بالاحجار السحرية وبيحبها جدا. بنلاقيه بقى في احد محلات الاحجار الاثرية، وبيسأل صاحب المحل اذا كان في اي حاجة جديدة كده ولا كده، فبيوري له طبعا الراجل تشكيلة احجار تفوق الخيال، والواد بيبقى مبهور منها جدا. وهنا شين بقى بيفتكر ميعاده الدراسي وبيطلع يجري، وبيقول لصاحب المحل ان هو هيرجع له من تاني. وبالفعل بيقضي يومه الدراسي والدنيا بتبقى تمام التمام، وبالليل بيقعد مع والدته اللي بنعرف انها باحثة اثار عظيمة وليها كتب كتيرة جدا. والدته بتقول له ان النهارده عيد ميلاد باباه، ولكن زي كل سنة هنحتفل من غيره لانه مقضي حياته كلها في الشغل مش اكتر. شين بقى لما بيسمع الكلام ده بيتأثر جدا، وبيوعد والدته ان هو هيجيب باباه يحتفل معاهم السنة دي. هو بالفعل يا صديقي الواد بيبعت رسائل كتيرة لباباه، وبيعرفه ان هو لازم يحضر حفل عيد الميلاد معاهم السنة دي، والا هيضطر ان هو يجي له الشغل بنفسه ويجيبه معاه اجباري. وفعلا بالليل بنلاقيهم عاملين حفلة جامدة ومستنيين باباه، ولكن على العكس تماما والده حتى ما بيردش عليهم، وبنلاقيه مشغول في الابحاث العلمية مش اكتر. وهنا شين بقى بيقول ما بدهاش، وبياخد اول قطر على مكان الشغل وبينطلق عليه. ايوه انا شينا سانجا جاي لزيارة خاصة بالرئيس. بياخد المصعد وبيطلع للمكتب بتاع والده، ولكن ما بيلاقيش حد هناك. وفجأة بيلفت انتباهه حجر سحري معدي مرحلة الجمدان، وبيجري يمسك الحجر ده، وهوبا طاقة بتملى المكان بالكامل. الدنيا بتختلف خالص، وبعدها الحجر ده بيسحبه العالم تاني، والواد مش فاهم اي حاجة. من الناحية التانية بقى في العالم ده بنروح لواحد كده معاه خنجر جبار، بنلاقيه بيتسلل داخل قلعة الملك وبيقضي على 2 من الجنود. بيدخل على غرفة الملك وشكله كده عاوز يخلص عليه ويقتله. الملك طبعا كان نايم ولا داري بأي حاجة، وهنا الواد بيطلع الخنجر وبيهجم عليه. شكلها خلاص دي نهايته، بس على مين؟ ده الملك المتين. بيفتح عينه وبيصد الهجوم بتاعه بيطيره بعيد، وبعدها بيقول له مش من الرجولة انك تخلص على حد وهو نايم. وبعدها الاحداث بتتقلب راسا على عقب، وايوه ده ارسلان ابن الملك السابق، وجاي هنا علشان ينتقم لوالده بعد ما الراجل ده غدر بيه واصبح هو الملك. بس هل انت مفكر ان الموضوع بالسهل كده يا صديقي؟ لا والله. فجاه كل منهم بيستدعي سلاحه السحري، وبينزلوا ضرب في بعض من كل اتجاه، يمين شمال فوق وتحت، والقتال عالي العال. ارسلان بيجمع كل قوته وبيهجم على الملك، ولكن بلا جدوى. الملك بيصد ضربته وبيرزعه في الجدران وخلاص هيقتله. بوم الملك بيرشق رمح في جنبه وما بيرضاش يخلص عليه، وبعدها بيأمر الجنود انهم يرموه في السجن بسبب كل اللي عمله. بياخدوه بيسجنوه فعلا، وبننتقل بعدها احنا للماضي، وبنعرف بقى ان ارسلان ده كان عايش في القصر الملكي في امان الله. وفجأة بيسمع الخدم بيتكلموا مع بعض، وبيعرف ان الملك الموجود حاليا قتل عيلته واستولى على الحكم. ومن ساعتها وارسلان بيقسم يجيب حق باباه ويستعيد العرش مهما كان. وكفايه لحد كده ماضي، وتعالى نرجع للحاضر بتاعنا. فجأة بقى بنلاقي طاقة مهولة بتظهر في المكان عند ارسلان، وهوبا اهلا بيك يا عم شين. والاجمد من كده ان محدش فيهم فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. الله انت انس ولا جن ولا انت جيت هنا ازاي؟ وقبل ما شين يفتح بقه بكلمه بنلاقي الجنود بيحاصروه عاوزين يسجنوه هو كمان. بس انت فاكرها بالسهل كده يا صديقي؟ ما تقولها معاي. لا والله. بنلاقي سلاح فتاك خرج من شين، وارسلان بيقول له يهجم عليهم بسرعه، وفعلا بضربه واحده شين بيقضي على الجنود وبيدمر المنطقه. ده ايه الجمدان ده يا جدعان؟ ارسلان بيبص بقى لشين وبيقول له انت لسه هتتنح؟ تعالى معانا نهرب من المكان بسرعه. ولما خرج بره بيطلب من شين يخبي سلاحه ويمشي وراه بكل هدوء، بس شين طبعا ما كانش فاهم اي حاجه، وبيقول له ازاي انا اصلا ما اعرفش السلاح ده جه منين ولا حتى اخبيه فين. ارسلان بيقول له بسيطه قوي، خد نفس عميق وفكر في حاجه بتحبها والسلاح هيختفي. وبالفعل بيسمع الكلام والسلاح بيختفي، وبنلاحظ ان ارسلان حافظ كل شبر في المكان لدرجه ان هو عامل انفاق سريه ما حدش يعرفها غيره. ولما بيخرجوا من القلعه واثناء ما هم كانوا بيتمشوا في الغابه بيطلع البف ده. شين بيترعب وبيتسمر مكانه كده، اما ارسلان بيستدعي سلاحه بيهجم عليه، وضربه في الثانيه بنلاقي ارسلان مش قادر عليه وبيطلب من شين يتدخل بسرعه. وعلى الصعيد الاخر الواد بقى مش عارف يستدعي سلاحه اساسا، هو مش عارف اصلا اول مره استدعاه ازاي. اول لما الوحش بيلاحظ ده بيكرر يهجم على شين وبيطيره في الهواء، خلاص هيقضي عليه. بس فجاه السلاح بيظهر وشين بيعلم عليه. الوحش في الوقت ده بيتعصب جدا وبيستدعي سلاحه هو كمان، وبضربه واحده بيطيرهم من على الجبل وبيقع في احد الانهار. ارسلان في الوقت ده بينقذ شين من الغرق وبيطمن ان هو ما زال على قيد الحياه. شين بيقول له الله يخرب بيتك، انا ايه اللي مشاني وراك وخلاني اسمع كلامك؟ واحنا فين وانت مين يالا؟ وليه كل دول عايزين يخلصوا عليك؟ وهنا ارسلان بدا يحكي له الحكايه كامله، بيعرفوا ان دي مملكه اندورا الخياليه وحاجه كده زي اطلانتس يا صديقي. ويا دوبك بيطلعوا بره وشين بيفتح عينه بيترعب من اللي شايفه. ما تمسك اعصابك يالا وبطل صداع بقى، رفتني معاك. وبنتفاجئ بعدها بالبنت ديت، وبالمناسبه اسمها ليسيا، وبتنادي على ارسلان بالامير. وهنا شين بيتصدم وما بيبقاش فاهم ايه اللي بيحصل وازاي هو امير وكم مسجون وايه كل الحوارات ديت. بعدين بقى بياخدوا بعضهم وبيكملوا مشي في الغابه. شين بعدها بيسال ارسلان عن اللي بيحصل وليه ليسيا بتندى عليه بالامير بالرغم من كونه كان محبوس من شويه. فبيبص له كده وبيقول له ما تمشي يالا وانت ساكت. وفجاه بيوصلوا عند اجمل احدى قرى المملكه الموجوده في المكان، وبنتفاجئ ببلوره من الطاقه طايره في الهواء، وايوه هي ديت شمس مملكه اندورو. ليسيا
ليسيا بقى بتتعرف على شين بعدها وبتقول له ان الطائر ده صديقها فليرون، وبتبقى مصدومه من كونه من عالم تاني. ارسلان بينادي عليها بقى وبيقول لهم احنا لازم نشوف مكان نستخبى فيه بسرعه، وبيقرر ياخدهم عند باسكال، وده عبقري المملكه والمعلم الخاص بيه من وهو صغير. ولكن بعدها بنتفاجئ بهجوم احد الخنازير البريه عليهم علشان يقتلهم. ارسلان طبعا ما بيسكتلوش وبيستدعي سلاحه، وليسيا بتخلي فلورون هو كمان يتحول لتنين عملاق وحاجه اخر حلاوه، وهوبا بيمسكوا الخنزير ده ويطحنوه. صديقي خنزير تاني بيهجم على شين، بس على مين؟ ده خلاص شين بقى جامد تنين، بيستدعي سلاحه وبضربه واحده بيجيبوا الارض ويخلص عليه. ولكن فجاه شين وليسيا بيقعوا في احد الفخاخ الموجوده في المكان، ولحسن الحظ باسكال بيوصل عندهم وبينقذهم، وبنعرف ان هو مرشق المكان بعدد مهول من الفخاخ علشان يحمي نفسه من الوحوش. وبيتصدم بعدها لما بيعرف ان شين من عالم اخر، وبياخدهم وبيروح على البيت بتاعه، وبنلاقيه مكركب على الاخر ومفيش اي حاجه يقعدوا عليها. ما علينا. باسكال بعدها بقى بيسال شين اذا كان هو فعلا من عالم تاني ولا لا، وازاي هو قادر يجي هنا. شين بيقول له بسيطه قوي، كنت عند والدي في المختبر ويا دوبك مسكت بلوره كده اتسحبت جواها ولقيت الغبي ده في وشي. وايوه يقصد ارسلان يا صديقي. باسكال بيوري له خريطه العالم الاخر وبيقول له احنا موجودين هنا بالتمام والكمال، ويقال قديما ان كان في بوابه زمنيه في مدينه تدعى بايلون، وكانت بتسمح بالتنقل ما بين اندرو والعالم بتاعك، بس تم تدمير البوابه ديت من قبل احد الاجداد وعزل كل العوالم عن بعض. وبنعرف ان الملك الجديد بيسعى جاهدا انه يفتح البوابه ديت من تاني علشان عاوز يروح العالم بتاعك. وبنروح فلاش باك بقى للماضي، وبنعرف ان باسكال ده كان عالم ابحاث في القصر الملكي، وبالفعل قدر ان هو يلاقي طريقه لتجديد البوابه، ولكنه كان خايف من نوايا الملك باتجاه الارض الجديده وانه عاوز يسيطر على العالم، فبيخفي الابحاث بتاعته بسرعه وبيهرب من المكان. وبننتقل لمشهد اخر وبنلاقي الملك بيطلب من الجنود يدوروا على ارسلان ويجيبوه في الحال، وبالفعل بيستخدموا ذئاب متوحشه وبيقدروا يوصلوا لمكانهم وخلاص هيمسكوهم. بس في الوقت ده اجراس الانذار بتضرب عند باسكال، وبيتفاجئ لما بيشوف عدد مهول من الجنود بيهجموا عليهم. ارسلان بقى كان عاوز يحارب ولكن باسكال بيمنعه، بيقول لهم احنا لازم نهرب من المكان بسرعه لان لو جنود الملك مسكونا مش هنعرف نعمل اي حاجه. وهوبا بنلاقي الفخاخ عماله تصطاد في الجنود واحد تلو الاخر وبتدمرهم تماما. اما باسكال بقى فبياخد الطياره بتاعته وبوم بيهرب من المكان بسرعه، وبعد كام لفه كده في الهواء باسكال بيقول لهم اللي جنبه حاجه يمسك فيها، وهوبا بيرزع ابوهم في الارض وبيقول لهم ان ده افضل هبوط بطياره هو عمله في حياتي. والله زي ما سمعت كده يا صديقي. ما علينا يعني. المهم بياخدهم كده وبيروح على مخبأ سري مع انه شكله مهجور ومليان خفافيش من بره، بس لما بيدخلوا بيلاقوا مختبر كامل مجهز من مجاميعه. باسكال بعدها بياخد ارسلان كده وبيقعدوا بره شويه وبيتكلم معاه، بيقول له احنا لازم نشوف طريقه نرجع بيها شين للعالم بتاعه، وفي نفس الوقت نمنع اي اتصال بالعالم الاخر، وان في نصوص قديمه حذرت من ده، بس هنعمل ده ازاي؟ والملك كل همه فتح البوابه دي، غير طبعا انك بقيت مطلوب من قبل المملكه وانا هربان زي ما انت شايف كده. ايوه مفيش غير حل واحد، لازم نوصل لبابليون ونفتح البوابه من ورا الملك، واول لما شين يرجع العالم بتاعه ننسف المكان عن بكره ابيه. وبالفعل ده اللي اتفقوا عليه. بنروح بقى للملك وبنلاقي استدعى فرقه من الوحوش المرتزقه وقرر يستعين بيهم في القضاء على ارسلان وباسكال، ولكنه بيقول لهم انا عايزهم يركعوا تحت رجلي احياء الاول ومحدش يخلص عليهم غيري. تمام. وفي الناحيه الثانيه بقى باسكال بيتنكر كده وبيعرفهم انه هينزل يشتري بعض الطعام واغراض تساعدهم على المكوس هنا فتره اطول، وبيطلب منهم يستنوه ومحدش يتحرك من مكانه. ليسيا هي كمان بتاخد بعضها وبتطلع لبره علشان تجيب لهم ميه، وهنا ارسلان بقى بيستغل الموقف وبيقعد مع شين، بيقول له انا عندي خطه ترجعك للعالم بتاعك، بس الاول كده انت لازم تساعدني اخلص على الملك. شين بيتعصب كده وبيقول له استحاله اعمل كده، وهنا ارسلان بقى بيعرفه ان الملك لو وصل لبابليون قبلهم فكده شين استحاله يرجع للعالم بتاعه، وبالتالي لازم يخلصوا من الملك الاول، واهم حاجه نبعد ليسيا من الحوار ده علشان لو عرفت هتودينا في داهيه. وبعد شويه كده بقى بيخرجوا يصطادوا خنازير بريه وكل منهم بيستدعي سلاحه السحري. ارسلان بقى بيقول لشين انت هتحاول تجيب الخنزير ناحيتي وانا هخلص عليه في الحال. وبالفعل يا صديقي شين بيطارد الخنازير وبيوديها عند ارسلان، والواد من الناحيه الثانيه بيهجم عليهم وهوب بيتكعبل وبيقع على الارض، والخنزير خلاص كان هيخلص عليه. انت فاكر بقى ان شين هيسكت له؟ لا والله. فجاه بنلاقي شين طاير في الهواء وبوم بيقضي على الخنزير ده في لمح البصر، وحاجه اخر جمدان الصراحه. وفي المساء بقى بنلاقيهم نايمين في امان الله، وفجاه ارسلان بيفتح وبيصحي شين وبيخرجوا من المكان بسرعه وبيمشوا باتجاه القصر الملكي، ولكن ارسلان بينصدم لما بيلاقي المكان مترشق بجنود الملك. بعدها بنلاقي مجموعه حصرت ارسلان وشين وشكلهم خلاص هيموتوا، ولكن لحسن الحظ انهم احد المجموعات المتمرده ومش تابعه لجنود الملك، لا ده بنعرف انهم في منطقه اجنست المحرمه ودي التابعه لمجموعه المتمردين. وهنا ارسلان بيطلب منهم يتكلم مع القائد، وايوه يا ابني ما تقول عايز ايه، ما انا القائد، وبالمناسبه اسمه ديمترو. وفجاه ارسلان بيقول له انا عايز اتعاون معاكم في القضاء على الملك، بس ازاي هو حد يقتل ابوه برضه؟ ايوه الكل بيبقى فاكر ان ارسلان ابن الملك الحالي ومحدش عارف حكايه ان هو قتل ابوه واستولى على الحكم بداله. وبعدها ارسلان بيقول لهم انا عارف انكم جماعه منفصله عن الحكم زي قبيله زوا المرتزقه واللي بيستعين بهم الملك كقوات خاصه، ولكن فجاه لما فريق المتمردين بيسمعوا الكلام بيقولوا ده بيقارننا بقبيله زو، تعالوا نخلص عليهم يلا. ارسلان بيقول لهم ان هو هيبقى مفيد لهم جدا بالذات بعد ما يعرفهم كل حاجه عن الملك ده. وهوبا البنت ديت بتقول له ما تتعبش نفسك يا حلو انت وهو، احنا
عارفين كل حاجه، او بمعنى تاني اتنين هايفين زيكم مالهمش لازمه معانا. اما بقى ديمترو كان عنده راي تاني، بيقول له انا هسالك سؤال ولو جاوبتني هتنضم ليا. فارسلان قال له تمام. بيقول له لو نفترض ان انت خلصت على الملك ناوي تعمل ايه بعد كده؟ ارسلان بيسكت وبيقول له ما يهمنيش ايه اللي هيحصل بعد كده ما دام خلصت عليه. ديمترو بيضحك كده وبيقول له يعني ضعيف وكمان غبي، امشي يلا من هنا بدل ما روقك. ارسلان وشين بيتعصبوا وكل منهما بيستدعي سلاحه السحري وبيهجموا عليه، بس على مين؟ ده ديمترو جامد تنين، بيوقع واحد على الارض والتاني بيعلقه من رجليه وبيبص لارسلان كده وبيقول له انت اناني وغبي وكل همك اللي طاحه بالملك، ونسيت ان بموت الملك المفروض تاخد مكانه وتكون قادر على حكم المملكه. شين بعدها بقى بيقول له ان ارسلان هيثبت له ان هو قادر على حكم المملكه، بس الاول يضمهم لفريقه. وهنا ديمترو بيقول لهم تمام بس نفذوا كلامي بالحرف الواحد. هو اول حاجه كده انتوا لازم تشتغلوا وما تبقوش عالة على الفريق. هو بالفعل بياخدهم على القريه وبيديلهم اول مهمه ليهم، ايوه غسيل الهدوم في ارجاء النهر. ويلا يا شاطره انت وهي شد حيلك. وبنلاقي القائد ديمترو بقى هو كمان جاي يغسل هدوم معاهم، وبيقول لارسلان بكون القائد فده مش معناه انك احسن من حد، من الاخر كده مفيش فرق ما بين امير وغفير، كلنا سواسيه. وبيقول لشين شكلك اتاقلمت على العيشه هنا بسرعه جدا. وهوبا شين بقى بيقول له انت عرفت منين ان انا من عالم تاني؟ فديمترو بيقول له لسه عارف منك يا غبي، وعلى العكس يعني ما بيبقاش مصدوم ولا حاجه. وشين بعدها بيقول له ما تعرفش حد بالسر ده. وفي المساء بنلاقي شين رايق وفايق وبيجفف الهدوم اللي غسلها، والله تنفع ست بيت زي الفل. ما علينا يعني. المهم ارسلان لسه بيقول لشين عندي خطه، ولكن قبل ما يكمل كلامه شين بيقول له انت لو فتحت بوقك بالكلمه ديت هجيب اجلك. المره دي بنغسل هدوم والمره الجايه الله اعلم هنعمل ايه. وبيفضلوا يعايروا بعض باللي ديمترو عملوا فيهم، ولكن فجاه بنلاقي كل منهم بيستدعي سلاحه وبيرموه على الارض، بيهجموا على بعض بغباء وضربه يمين والتانيه شمال، وشكلها خلاص دي نهايتهم. بتستمر المعركه ما بينهم لحد لما الاتنين بيغمى عليهم بيقعوا على الارض من التعب. وبنتفاجئ بان ديمترو وبقيه الفرق كانوا بيتابعوا المعركه ديت من فوق، بس ما حدش فيهم اتدخل وسابوهم يصفوا حساباتهم سوا. وعلى الصعيد الاخر بنروح لباسكال وبنلاقي رجع للمخبأ السري من تاني، بيسال لسه عن ارسلان وشين، فبتقول له انها لما صحت ما لقتش ولا واحد فيهم. باسكال بيتخض كده وبيقول لها اكيد يبقى راحوا يطاردوا الملك، وبيبقى قلقان جدا وبيقرر يدور عليهم في الحال. وبنرجع تاني بقى لشين وارسلان لما ديمترو بيفوقهم وبيقول لهم قوم يالا منك ليه، ورانا شغل كتير عايزين نخلصه. وبالفعل بيعملوا اجتماع ما بينهم، وديمترو بيقول ان فكره الانقلاب والاحاطه بالملك مستحيله، وده لان الملك عنده حلفاء كتيره جدا خصوصا المدن المحاطه بالقلعه، ولكن برضه لو اتجهنا لشمال المملكه فهنلاقي ناس كتيره تنضم لينا. هنا ارسلان بيقول لهم انقلابي بس ده الحرس الملكي لوحده بس اكتر من 80,000 جندي. وهنا ديمترو بقى بيقرر يتكلم مع قبيله زو ويحاول يضمهم ليه. وهوبا ارسلان بيقول له ايه العبط اللي بتقوله ده اكتر من نص القبيله ديت في تحالف مع الملك اصلا، وبيعتبرهم القوات الخاصه في المملكه كمان. شين هو كمان بيعرفه ان هو دخل في معركه ضد واحد منهم وكان عباره عن وحش فتاك بكل معنى الكلمه. ديمترو بقى بيعرفهم ان قبيله زو كانت بتتعامل بشكل سيء جدا من قبل الملوك، وهو عنده خطه علشان يتواصل معاهم بيها. وبيبص كده للبنت دي وبالمناسبه اسمها لويز، بيقول لها تجهز علشان هتبقى مسؤوله عن التفاوض ده. وبعد شويه كده بنلاقي لويز بتعالج ارسلان وشين من اللي عملوه في بعض، وبعدها بتعرفهم ان العالم ده فيه نوعين من المخلوقات، الاندراس وهم سكان الاندرو او البشر يعني، وجنس الانادو اللي منهم قبيله زو، وانهم كانوا عايشين في سلام تام لحد لما البشر بداوا في اضطهادهم، وبعض الملوك كانوا بيسيطروا عليهم بالقوه وبيعذبوهم. وبنعرف ان لويز نصها بشري ونصها انادو. لا دي كمان بتقول لهم على سر جامد جدا، بتعرفهم ان ديمترو كان ليه صديق من قبيله زو. وهوبا بنرجع فلاش باك وبنلاقي ديمترو ماشي في الغابه في امان الله، وفجاه بيتعرض لهجوم شرس جدا. الواد بينجو منه بمحض الصدفه، ولكنه يا عيني بيتوه وبيبقى خايف جدا. ولكن فجاه في حد بيظهر قدامه، ديمترو بقى بيقول له خد كل اللي معاه بس سيبني امشي. ولكن الواد بيطمنه وبعدها بيبدا يتعرف عليه، وبالمناسبه اسمه لويس. بيفضل معاه لحد لما بيوصلوا للديار بسلام، وديمترو بيقول له مش هشوفك تاني يا صديقي. فلويس بيقول له بسيطه تعالى الغابه واديها صفاره، واول لما تعمل كده انا هجيلك. وبالفعل الاثنين بقوا اصدقاء مقربين جدا. بيعدي الوقت وفجاه بنلاقيهم ماشيين في احد شوارع المملكه، وهناك ديمترو بيلمح بقى احد الاشخاص نازل جلد في واحد من الانادو، ولكنه لما بيتدخل بوم بنلاقي الراجل بيضربه هو كمان. لويس بيصد الهجوم بتاعه وبيدافع عن ديمترو، وفجاه بنلاقي مجموعه من الناس بيهجموا عليهم بيطحنوا ابوهم بمعنى الكلمه. وللاسف يا صديقي لويس بيتعرض لاصابات خطيره جدا وبيفارق الحياه. ديمترو بقى لما بيشوفه ما بيكونش مصدق اللي حصل وكان زعلان جدا. وبعد كده بقى بننتقل لشين، وبنلاقي راح لواحد في الفريق اسمه إلجو، وبنعرف ان الواد ده عنده قدره غريبه في التنبؤ بالاحداث بس لازم يفقد وعيه الاول. ما علينا يعني. المهم شين بيساله اذا كان هيرجع العالم بتاعه من تاني ولا لا، وطبعا إلجو بيقول له لحد دلوقتي علمي على علمك. ولكن فجاه شين بيقول له ان هو شاف طاقه ظهرت في المكان ده بس اختفت على طول. ولما إلجو بيروح يتاكد من كلامه بنكتشف ان شين كان عامل فخ، ايوه ده علشان يخلي إلجو يفقد وعيه ويتنبأ بمستقبله، ولكنه طبعا بيفشل. وفجاه إلجو بيقول له ان هو اتنبأ بمستقبله فعلا، وانه لو شاف طائر اندرو الازرق فساعتها بس هيرجع للعالم بتاعه. شين بيفرح جدا وبيجري يدور على الطائر ده، وهوبا بيقع في فخ تاني كان هو اللي عامله برضه. وبنعرف ان مفيش طائر باللون الازرق، ولكن إلجو كان بياخد حقه من شين مش اكتر. وشكل الواد طلع مش سهل هو كمان يا صديقي. وعلى الصعيد الاخر بنلاقي فريق
الوحوش موجودين في الغابه، وبيعرفوا ان شين وارسلان موجودين في المنطقه. واثناء ما شين بيبقى في الغابه الوحش ده بيجي من وراه وبيقول له نفسك في قبل ما تموت يالا، بيهجم عليه بكل غباء وشين بيصد ضرباته بالعافيه. بوم الوحش بيديله بالرجل بيجيبه الارض وخلاص شكله هيقتله، بس فجاه بنلاقي ارسلان ظهر في المكان وبيصد الضربه وبينقذ شين في اخر لحظه. الوحش بقى بيقول لارسلان الملك عايزك حي، بس انا ممكن اقول له انك مت بالخطا مش اكتر. شين بقى لما بيسمعه بيتعصب وبيهجم عليه بكل قوته، بس الوحش بيرزعه في الاشجار وبيهجم عليه هو كمان. ولكن فجاه بنلاقي طاقه مهوله بتطلع من سلاح شين، وايوه السلاح اتطور والعظمه وصلت ليفل ماكس. شين وارسلان بيجمعوا قوتهم وبوم بيخلصوا على الوحش بضربه واحده بس الوحش بيقدر يهرب قبل ما يتعمل منه شاورما. وبنروح بعدها بقى لبقيه فريق الوحوش وبنلاقيهم في معركه مميته مع المتمردين، بس على مين؟ ده ديمترو جامد التنين بيهجم على قائد الوحوش وبيقول له هات اخرك يا كلب الملك انت. فعلا بيهجموا على بعض بغباء، بس فجاه بنلاقي طاقه مهوله بتجتاح المكان بالكامل. الكل واقف مصدوم ومحدش عارف ايه اللي بيحصل. بيفتكروا بقى ان المكان بدا يتدمر، فبيضطروا انهم يهربوا بسرعه. ولما ارسلان وشين بيخرجوا بره الغابه بيتفاجئوا بوجود باسكال وليسيا في وشهم، وبنعرف ان باسكال كان سبب الانفجار ده، وان دي خطته لما عرف ان جنود الملك بيهجموا عليهم. عبقري يالا والله. وفجاه بقى ديمترو وبقيه الفرق بيوصلوا عندهم، ولما بيعرف ان باسكال كان شغال مع الملك بيتعصب جدا وبيسيبهم وبيمشي. وفي المساء بنلاقي باسكال قاعد مع ارسلان شويه كده وبيقول له بعديها اخرتها يا ابني عايز تنضم لشويه متمردين وتشارك في دمار المملكه، وبعدين يعني انا سمعت انك كنت عاوز تقتل ابوك وعلشان كده هو حطك في السجن. وهنا ارسلان بيتعصب وبيقول له ما تقولش ابويا. باسكال بيقول له حتى لو ده مش ابوك فما تنساش ان هو اللي رباك وكبرك وما قصرش في حقك كمان. ولما ارسلان بيقول له انا لازم انتقم منه علشان قتل والدي واستولى على الحكم، ارسلان بيقول له طب وعلى كده بقى تعرف السبب ولا انت ماشي ورا دماغك وخلاص؟ بص يا ابني انا مش هقف في طريقك، بس قبل ما تعمل اي حاجه لازم تلاقي سبب يدفعك ودليل على كلامك، وقبل ما تمشي في طريق الانتقام دور على الحقيقه الاول. وعلى الصعيد الاخر بنلاقي شين ماشي في ارجاء المدينه وبيدور على ديمترو، وبيسال الراجل التخين ده وبيقول له ما شفتش واحد طويل وهبل كده وبيلبس طاقيه فيها ريشه من قدام؟ وبوم ديمترو واقف في وشه. ما علينا. المهم بيدخلوا جوه وشين بيعرفوا انه عايز يروح مدينه بابليون علشان يعمل حاجه. بيقول له انا يا عم ماليش في المشاكل بتاعتكم، انتم من نفس العالم تموتوا مع بعض تطلعوا مع بعض، انا يا عم ماليش فيه. وبيعرفوا من الملك دلوقتي في طريقه لبابليون. ديمترو فجاه بقى بيطلع خريطه وبيقرر يروح فعلا على المدينه دي، وبيعرف شين ان الطريق خطر جدا وانه ممكن يموت في اي لحظه، بس ديت فرصتهم الوحيده في الاطاحه بالملك لان اكيد دفاعاته هتبقى قليله وبالتالي هيسهل القضاء عليه. وبننتقل بقى لمشهد اخر لما بنلاقي باسكال مولع الدنيا في الفريق وبيبقوا مبهورين باختراعاته، وهنا شين بقى وارسلان بيروحوا عندهم وبيقولوا هو ازاي قدر ينسجم بالسرعه ديت وسطهم. وهنا القائد بيأمر واحد من الفريق ان هو ياخد ارسلان وشين وبيبداوا يستكشفوا المنطقه، وبالمناسبه اسمه فيلكس. وفي الطريق بقى شين بيساله ازاي قدر ينضم لديمترو وليه اصلا بيحارب الملك. وفجاه فيلكس بيقول له ان الظلم والفقر بداوا ينتشروا في ارجاء اندورا، وان الفقراء بيتعرضوا لاسوأ انواع العذاب من قبل الاغنياء، وبالتالي كل ده لازم يتغير، وعلشان كده انا بقاتل بكل ما اوتيت من قوه بجانب ديمترو. وتاني يوم بقى ديمترو بيقول لهم جهزوا نفسكم يلا لاننا هنتحرك باتجاه بابليون حالا. هو بالفعل بيتحركوا سوا وبيوصلوا للمينا، ومن هناك ياخدوا سفينه باتجاه بابليون، وبنعرف انهم هيعدوا الاول على جزيره في منتصف الميه، وده لان قبيله زو موجوده هناك، وطبعا هم عاوزين يضموا القبيله ديت ليهم باي شكل من الاشكال. بياخدوا بقى استراحه في احد الفنادق وبيعرفوا انهم هيبداوا رحلتهم البحريه من بكره. وهنا باسكال بيقول لهم ان الطريق برد جدا وانهم لازم يشتروا ملابس من السوق، ومن الاخر كده اشتروا اي حاجه ممكن تحتاجوها. بالفعل شين وارسلان وليسيا بينزلوا ياخدوا جوله في احد الاسواق البحريه في المينا ده، وهناك شين بيبقى عايز يشتري حبه حاجات كده ولكنه بينسى ان الفلوس اللي معاه ما تنفعش في العالم هنا. ولما بيطلب من ارسلان يسلفه فلوس الواد بيرفض، وهنا شين بقى بيشتمه وبيقول له انت طلعت امير بخيل ونتن. ولكن بنكتشف ان ارسلان هو كمان معهوش اي فلوس وان ليسيا هتشتري لهم الحاجات على حسابها. هو بالفعل يا صديقي بيقضوا يومهم وبيشتروا كل حاجه حرفيا، واثناء بقى ما بيبقوا ماشيين في امان الله هوبا بنلاقي طفل سرق خنجر ارسلان وهرب بسرعه. ارسلان بقى بيطرده وبيقدر ان هو يمسكه في احد الشوارع الجانبيه، ولكن للاسف بنعرف انه كان بيسرق علشان يجيب اكل لاخواته الصغار. وهنا ليسيا بتقدم لهم الطعام وشين بيلعب معاهم كمان، وبيقضوا بقيه اليوم هناك، وبالليل بياخدوا بعضهم وبيمشوا. ولكن بوم هجوم مرعب بكل معنى الكلمه، محدش عارف مين ورا الهجوم ده. الاتنين بيستدعوا السلاح بتاعتهم وبيستعدوا للمعركه. وهنا ارسلان بيلاحظ بنت صغيره تانية موجوده في المكان وبيقلق عليها جدا، بيجري علشان ينقذها، ولكن فجاه البنت ديت بتهجم عليه من تاني، ولولا تدخل شين في اخر لحظه كان زمان ارسلان في عداد الموتى. البنت بقى بتجمع كميه ضربات مهوله وبتهجم عليهم بكل غباء. ارسلان بيصد ضربات بصعوبه وشين بيهجم عليها بكل قوته ولكنه بيتسمر مكانه. وايوه دي بنت صغيره لسه. وهنا بقى البنت بتفجر شين وبتطيره بعيد وشكله خلاص بيودع. بتكمل هجوم على ارسلان وبتدمر المكان تماما، بس على مين؟ ده احنا المتمردين. بنتفاجئ بحاجه سحري بينقذ ارسلان، وايوه الجو ديمترو بيوصلوا وبيروحوا للبنت كده وبيقولوا لها خلصت لعب ولا لسه. وبعدها بنلاقي ديمترو قوته تفوق الخيال والبنت مش عارفه تعمل معاه اي حاجه. بيقدر ان هو يشتتها ويكتفها وبيحاول يمسكها، بس البنت برضه مش سهله وبتقدر تفلت منه وتضربه في ظهره. ولكن فجاه بنلاقي الطوق اللي حوالين رقبتها بيتكسر، وديمترو بقى بيقول لها دلوقتي بس
تقدري تعيشي حره، وبيقدر ياخدها معاه. وبنعرف ان في مجموعات من الاشرار بيخطفوا البنات الصغيره وبيربوهم وبيدربوهم كمان على القتال وبيحولوهم لاسلحه فتاكه، وبعد كده بيبيعوهم للاغنياء، وعلشان يضمنوا ولائهم بيحطوا طوق في رقبتهم لو خلفوا الاوامر الطوق ده هيتفجر وهيقضي عليهم. وبنرجع تاني بقى لديمترو وبنلاقي قرر يضم البنت ديت ليهم وكمان يتبناها بشكل شخصي، وبالمناسبه اسمها ميشا، وكل المتمردين كانوا مبسوطين بها جدا. تاني يوم بقى بيحين وقت الرحيل، ولكن باسكال بيقول لهم ان العظمه كبرت وهو ما عادش قادر على السفر والمرمطه، وبيودعهم وبيمشي. اما بقيه الفريق بقى فبيوصلوا للمينا وبيروحوا للسفينه اللي هتوصلهم، وبنعرف ان السفينه غير صالحه للاستخدام بتاتا، وربنا يستر عليهم بقى صديقي. وبعد كده بنروح لديمترو وارسلان وهم على متن السفينه. ارسلان بيقول له ان اللي بيعمله ده خطر جدا، وكونه رايح لقبيله ذو الحد عندهم ده اشبه بالانتحار. ديمترو بقى بيقول له لو خايف يا معلم روح، واوعدك مش هعرف حد انك هربت زي الجبان. وبننتقل لمشهد تاني ما بين ميشا وفيليكس، وبنلاحظ قد ايه ميشا جمدان اخر حاجه. الواد بقى بيصد ضربتها بالعافيه، وهنا لويس بتعرفهم ان ده تدريب مش اكتر، وهوبا زعابيب وريح ما يعلم بقى الا ربنا، والجو بيقلب وشين كان هيقع في البحر لولا تدخل ارسلان في اخر لحظه اللي لحقه. ارسلان بقى بيقول له تقريبا كده يالا انت بتقول عليا ماليش لازمه. شين بيقول له غلطان غلطان وابوس على دماغك كمان، بس طلعني من هنا. وبعد شويه وقت كده بيوصلوا للجزيره، ولكن السفينه بتتحطم تماما. ويلجا بقى بيقول لديمترو ان لو القبيله ما انضمتش ليهم وساعدوهم فتقريبا كده هيكملوا بقيه حياتهم هنا. وهوبا قبيله زوب تهجم عليهم وبيحاصروهم من كل اتجاه وبيربطوهم وبيقعدوهم على الارض عايزين خلاص يموتوهم. لويس بتقول للقائد انهم مش اعداء، فبيقول لها كنت هتبقي جنبهم لولا انك بتنتمي لينا في الاساس. قائد القبيله بقى بيقول لهم ان اي حد مكانهم بيبان عليه الخوف، وده على عكس اللي باين عليكم تماما. وبينصدموا بقى لما بنلاقي ان الملك عارف انهم اجنست، لا ده كمان عارف ان ديمترو القائد بتاعهم. وفي اللحظه ديت ديمترو بيطلب منهم المساعده وبيقول لهم ان هو مش هيقدر يهزم الملك الا في حاله اتحاد كل من الاجنست وقبيله زو. ولكن قائد القبيله بيقول له بقى عايزنا نساعدك تقضي على الملك علشان تمسك مكانه. خطه في منتهى الوساخه والله. ولما ديمترو بينفي كلامه ده فقائد القبيله بيقول له تمام انا عندي استعداد انضم ليكم، بس بشرط. عارف بقى الشرط يا صديقي؟ بيطلب من ديمترو يقدم حياته كقربان ليهم. ايوه هي ديت الحاجه الوحيده اللي هتخلينا اصدقكم، وان ديمترو يعني مش طمعان في الحكم لا، ولكن اذا انت رفضت فانا هسيبك تعيش، ولكن هخلص على كل اصدقائك الموجودين في المكان. وطبعا كل من فيليكس وميشا ولويز بيرفضوا بتاتا، ولكن على العكس مع ديمترو بيقول له بما انك هتقف معاهم فحياتي ديت ثمن رخيص جدا، وده بصراحه عرض ما يتفوتش، يلا بقى شوف شغلك. وبالفعل احد افراد القبيله بيرفع سلاحه على ديمترو وشكلها خلاص دي النهايه. لويس بتتدخل وبتصد الهجوم في اخر لحظه، وايوه لو عايز تموت حد فموتنا انا. فيلكس ويلجو هم كمان بيفادوا ديمترو بحياتهم، وافراد القبيله عايزين يخلصوا عليهم كلهم. وهوبا صوت زئير من قائد القبيله بيزلزل ام المكان، بيقول لهم اي حد من افراد القبيله نفسه يموت يتكلم كلمه واحده مش اكتر. لا مسيطر يلا. القائد بعدها بقى بيقرر يسيبهم وبيقول له ديمترو احنا لازم نتكلم على انفراد شويه. وبالفعل بيقعدوا سوا وقائد القبيله بيديله مشروب كده، ولما ديمترو بيشربه القائد بيستغرب وبيقول له دي تاني مره تخاطر بحياتك، لو كان في سم في المشروب ده كان زمانك ودعت دلوقتي. ولكن ديمترو بقى بيعرفوا ان هو مش فارق معاه اي حاجه غير انه يحقق هدفه حتى لو حياته الثمن، وبيعرفوا ان هو مش عايزهم يدخلوا في حرب لا، ده عايز يضم اكبر عدد من الناس لان الملك مش هيتفاوض معاهم غير لو قوتهم مساويه بالند مع قوات المملكه، وهو عاوز يعمل كده دون اي اراقه دماء. القائد بقى بيبقى معجب بشجاعته وفعلا بيوافق ان هو يساعده، وبنعرف ان اسمه جراديو. وبننتقل لمشهد اخر لما بنلاقي قائد القوات الخاصه التابعه للملك بيستخدم الطائرات بتاعته بيرصد تحركات ديمترو. بيعرف بعدها بقى بقيه الجنود ان جراديو انضم للمتمردين، وبعدها بيبص كده للوحش ده وبيقول له عارف الواد اللي علم عليك مع الامير هو اساسا من عالم تاني، وحاليا اصبح القبض على شين اهم من القبض على الامير نفسه. وبعد شويه وقت كده بنلاقي جراديو بيدي افضل السفن عنده لديمترو وبيقول له كمل يا صديقي رحلتك وروح للملك، ولو حصل لك اي حاجه استخدم ده للتواصل معانا. شين بيقول له ايه البتاع اللي في ايدك دي، ولما بينفخ فيها بيلاقي طائر واقف فوق دماغه، وبنعرف ان دي طريقه التواصل عند قبيله زو. هو بالفعل بياخد السفينه وبيكملوا رحلتهم، وبنلاقي ديمترو قاعد مع حلفاء ليه، وبنعرف انهم من شمال المملكه، وبيعرفوا ان هو بقى ليه حلفاء كتيره جدا والكل مستني الاشاره منه لبدء الانقلاب فورا. ولكن ديمترو بيقول لهم ان هو لازم يتفاوض مع الملك قبل اي حاجه، بس ارسلان كان عنده راي تاني وبيقول ان الملك مش هيسمح لاي حد ابدا بالتفاوض معاه، وان هو لازم يخلص عليه بنفسه. وشويه وقت كده بنلاقيهم خلصوا رحلتهم البحريه، وعلشان يكملوا بقيه رحلتهم بياخدوا احد الطرق الجبليه، وفجاه بتهب عاصفه مرعبه جدا وبيضطروا انهم يخيموا في احد الكهوف. وهناك شين بيستغل الموقف وبيسال ارسلان هو ليه عاوز يموت باباه، وهنا ارسلان بيعرفوا الحقيقه، وايوه الملك مش ابوه ولا حاجه، ده قتل ابوه علشان يستولى على الحكم مش اكتر. وشين بيبقى متاثر من الكلام ده جدا. المهم تاني يوم الدنيا بتبقى تمام وبيكملوا رحلتهم، وبنلاقي شين فرحان جدا بالتلج اللي على الجبل ده، بيوقع نفسه زي العيال الصغيره. واول لما بيقوم بينصدموا كلهم لانهم بيلاحظوا اثار اقدام لاحد التنانين العملاقه. شين بيترعب من الكلام وبيقول لهم هو ده بالظبط اللي ناقص، يلا خلينا نتاكل ونخلص. ويا دوب إلجا بيتحرك من مكانه هوبا الارض بتنهار، بيلاقي نفسه واقع في احد الكهوف تحت الجليد. بقيه الفريق بقى بينزلوا وراه علشان يطمنوا
يطمنوا عليه. وفعلا فيلون بيقدر يشعر بطاقه الناس وبيوجه الفريق ناحيته، بس فجاه بالليل لف ورجع من تاني في لمح البصر. الله، هو ايه الحكايه بالظبط؟ ايوه، ده في تنين اكبر من اي تنين عملاق انت شفته في حياتك يا صديقي، وشكلها كده دي النهايه. كل ما شين وارسلان بيستدعوا السلاح بتاعهم، بس على مين؟ دابوا التنانين بيهجم عليهم بعاصفه ثلجيه بتدمر المكان باللي فيه. وديمترو بيعرف شين انهم لازم يدوروا على إلجو لانه الوحيد اللي هيقدر ينقذهم في الموقف ده. بيحاولوا بعدها يهربوا، بس فجاه تنين تاني بيحاصرهم. انت فاكر بقى ان دي النهايه؟ ما تقولها معاي. لا والله. بنتفاجئ بعدها بطاقه مهوله بتحيط بفليرون، وبنعرف ان هو مش تنين عادي، لا ده ملك التنانين. وهم بيهجموا على بعض بكل غباء، والتنين بيحاولوا يهجموا على ارسلان وليسيا. وكالعاده سادا فليرون بيتصدى ليهم وبيحميهم، ومش بيصد الهجوم وبس، لا ده بيتحول لحاجه كده فوق الخيال، بيسيطر على التنين وبيخليه يستجيب لي في الحال. وبعد كده بيرجع لطبيعته من تاني. وفي الناحيه التانيه بنلاقي ان أولجا وصل عندهم، وبنعرف ان هو عنده قدره وبيقدر يسيطر على بقيه التنانين. وبيقول له ان دي عيله من التنانين وده العش بتاعهم، وكانوا فاكرينهم عايزين يصطادوهم، وعلشان كده هجموا عليهم مش اكتر. ما علينا يعني. بعد كده بقى ديمترو بياخدهم وبيكملوا رحلتهم، وبنعرف ان قدامهم مسافه كبيره عما يوصلوا يعني لاقرب مدينه من تاني. وفجاه بنلاقي عائله التنانين وصلت عندهم، وهوبا دي احلى وسيله مواصلات ولا ايه؟ ده احنا هنوصل بسرعه جدا. واول لما بيوصلوا المكان قريب من المدينه، التنانين بتسيبهم وبترجع من تاني، وده لان التنانين ما بتحبش تبعد عن وطنها كتير. وبنعرف ان هم بقوا على بعد اميال من مدينه بابليون. وهنا شين بقى بيسالهم ايه ممكن يحصل لو الملك وصل قبلهم هناك، وان ده ممكن يدمر فكره رجوعه للارض من تاني. وهنا ارسلان بقى بيقول له ان ساعتها لازم نمنعه بالقوه، وهتبقى معركه حياه او موت. وفجاه إلجا بيدخل في نوبه قلبيه وبيغمى عليه في الحال، ولما بيفوق بيلاقي الكل ملفوفين حواليه. بيعرفوا ان هو شاف احداث من المستقبل، ولكنها بتبقى عباره عن دمار في دمار، وان الطاقه اللي بتمد اندورا بالحياه هتختفي تماما، او بمعنى ادق النهايه قربت. وبعد كده بقى بنروح للملك، وبنلاقي احد العلماء واقف معاه، وبيعرفوا ان هو عنده طريقه لاستعاده بابليون وتجديد البوابه الزمنيه هناك. ولما بيسال الملك هو ليه من الاساس عايز يفتح البوابه دي، فجاه بنلاقي الملك اتعصب وبيقول له كلمه كمان وهطير راسك يلا. وهنا فريق المرتزقه بيوصلوا عند الملك، وبيعرفوا ان المتمردين قدروا يتحالفوا مع قبيله زو، وبيعرفوا كمان بكل حاجه. الملك بعدها بقى بيبص للوحش ده، هو اللي بالمناسبه اسمه إبلدا، بيقول له هو مين اللي علم عليك كده، وبيزعق معاه لانه خلف الاوامر. بيقول له انت مهمتك انك تراقب اللي بيحصل وتبلغني بيه، ولو عملت اي حاجه تاني من دماغك هفصلها لك عن رقبتك يلا. تمام. وهنا فريق المرتزقه بقى بيطلعوا بره خيمه المملكه، وفجاه الطائر بتاع القائد بيجي لهم وبيقول لهم اخبار جديده. وركز في المشهد ده لاننا هنحتاجه قدام يا صديقي. وبنرجع لشين بقى وارسلان، وبنلاقيهم بيدردشوا مع بعض كده شويه قبل النوم. شين بيبقى قلقان جدا على والدته، ولكن ارسلان بيطمنه، بيقول له انت مالكش في الصراعات بتاعتنا، وصدقني يا صديقي انا مش هتخلى عنك ابدا، وهرجعك للدار بتاعتك بسلام. ولما شين بيصحى من النوم بيلاقي ارسلان وديمترو واقفين كده مع احد الحلفاء، وبيعرفهم ان اغلبيه حكام المدن والقبائل يعني انضموا ليهم، وانهم عملوا اسطول بشري من الحلفاء في كل مكان. ديمترو طبعا كان فرحان جدا ومش مصدق انهم وصلوا للمرحله دي. بس من ناحيه تانية بنلاقي لويز واقفه مع طائر غريب الاطوار. الله، ده نفس الطائر بتاع قائد فريق المرتزقه. هي لويز طلعت خاينه ولا ايه؟ وبعد شويه كده بنلاقي شين وليسيا وارسلان متجمعين، وبيبقوا فرحانين لان دايره حلفائهم بتكبر يوم ورا التاني. وهنا شين بيتكلم مع ارسلان وبيقول له مفيش طريقه تانية تاخد بيها حقك غير قتل الملك. فارسلان بيتعصب وبيقول له انا لو في سبب اعيش علشانه هو ان اقتل الملك واجيب حق والدي. شين بقى هو كمان بيقول له طب على كده بقى عارف هو قتل والدك ليه ولا ايه؟ ولا شكلك عاوز انتقم وخلاص؟ ارسلان بيقول له هتنسى نفسك يالا، انت مجرد دخيل مش اكتر، وكلها شويه وهترجع للعالم بتاعك وهنخلص من صداع ابوك ده. شين لما بيسمعه بيتعصب جدا، وبوم بيديله بالبوكس يجيبه الارض. بيقول له انت عارف يعني ايه عايز تقتل الملك؟ معنى كده انك هتدخل في معركه حياه او موت، وانا خايف عليك مش اكتر يا هبل انت. وبعدها بيسيبه ويمشي. بننتقل بعدها بقى لباسكال، وبنلاقيه بيدور في احدى الكتب عن معلومات حول مدينه بابليون. وفجاه بيجي المساعد بتاعه، بيعرفوا ان الطاقه الحيويه في اندورو بدات تقل بشكل غير طبيعي، وده ممكن يتسبب في هلاك اندورو بالكامل. وبالفعل باسكال بنفسه بيلاقي ده في الابحاث اللي عملها، وبيقول للمساعد بتاعه ان في حاجه غريبه بتحصل. ايوه، ده نفس اللي حصل لما الملك استولى على عرش اندورو، واكيد الملك هو اللي ورا الموضوع ده. وبعدها بيقرر يروح لبابليون في الحال، بس ازاي والمسافه ما بينه وما بين بابليون كبيره جدا. وهنا المساعد بقى بيفاجئ باسكال لان الواد ده طلع عبقري زيه بالظبط، كان عامل طياره خاصه ليه، وبالتالي باسكال بيفرح جدا وبيقرر يسافروا لبابليون بيها. اما فريق المتمردين بنعرف انهم وصلوا اخيرا على حدود مدينه بابليون، وانها خلاص بقت على ملقى البصر. وبالفعل بيوصلوا عند مدخل المدينه، وهنا إلجا بيطلع خريطه اثريه وبيقول لهم ان احد هذه الابراج هو المدخل الرئيسي لمدينه بابليون، وبيستخدم قدراته على التنبؤ وبيشاور على البرج اللي هيوديهم للطريق الصحيح. ولما بيدخلوا بيلاقوا الطريق مسدود، ولكن ارسلان بيسحب احد الصخور الموجوده وبيقدر ان هو يفتح لهم البوابه. ولما بينزلوا تحت ديمترو بيطلب من ميشا تمشط الطريق قبل ما يدخلوا، وبالفعل بتعمل كده وبتعرفهم ان الطريق تمام التمام. واول لما بيدخلوا جوه فيلكس بيلاحظ اثار اقدام، وبيعرفوا ان هو اتاخر جامد، ولكنهم بيكملوا في طريقهم وبيبداوا يتسلقوا الحاجز الموجود قدامهم ده لان دي الطريقه الوحيده للداخل. بس فجاه ارسلان رجله بتتزحلق وكان خلاص على الحافه، لولا ان شين لحقه في اخر لحظه يعني، وزي ما تسلقوا الجدران لازم ينزلوها من تاني. وفجاه ديمترو بيتكلم مع ارسلان وبيقول له احنا هنا مش علشان نقتل الملك، لا احنا عايزينه يتنازل عن العرش مش اكتر.
اكتر، وان هدفنا هو محو الظلم من المملكه ليس الا. وفجاه ارسلان بيقول لديمترو انت ما جربتش احساس ان والدك يموت قبل ما تشوفه؟ حتى بيعرفوا ان الملك مش ابوه، لا ده قتل ابوه واستولى على العرش مكانه واستغل كل حاجه لصالحه. وهنا ديمترو بقى بيقول له ان الدم عمره ما كان الحل ابدا، والاهم من ده اوعاك تقاتل الملك الا لما اتكلم معاه الاول. وبياخدوا بعضهم بعدها وبيحصلوا الفريق، وبعد طول انتظار اخيرا بيوصلوا لمدخل بوابه بابليون. ارسلان بيجري بكل قوته باتجاه البوابه، وبم هجوم مرعب كان هيقضي عليه تماما. ايوه ده فريق المرتزقه موجودين ومن بدري وشكلهم كده مستنيينهم. كل من الفريقين بيستعدوا وبيهجموا على بعض بكل غباء، القائد ضد القائد، والبيت بيبقى عايز ياخد حقه من ارسلان وشين. اما بقى فيلكس فهو ماسك الوحش ده وبيهجم عليه بكل ما اوتي من قوه، وبيقدر ان هو يخلص عليه كمان. اخيرا بقى مشى بيلاقيها ماسكه الوحش الالي وهاتك يا ضرب. البنت بتطير في الهواء وبومه بتقضي عليه في الحال، وفريق المرتزقه بدا يقع واحد ورا الثاني بما فيهم القائد. اما البيت بقى بيهجم على ارسلان وشين وعاوز يخلص عليهم هما الاثنين، ولكن هوبا سلاح ارسلان بيوصل ليفل ماكس وبيصد الضربه بتاعته. هنا البيت بقى بيهجم عليه بقوته ثاني. الله ده اللي بيحصل ده بالظبط. ايوه الوجا بيتدخل في القتال وبيقول لهم سيبوا لي البتاع ده، انا عارف انا هعمل ايه معاه كويس. وهنا ارسلان بيقول له ما قداميش وقت، وبيجري على مدخل بابليون. يا دوبك بيلمس الحيطه بيلاقي بوابه اتفتحت، وبيدخل كل من ارسلان وشين وليسيا. شين بيحاول يمنع ارسلان من الانتقام وبيقول له حاول تتكلم مع الملك الاول، ولكن بوم بياخد بوكس بيجيبه الارض، وارسلان بيكمل طريقه والغل مسيطر عليه. وهناك بقى بنلاقي الملك خلاص بدا في ترتيبات فتح بوابه الاتصال في العالم الاخر، وفجاه ارسلان بينادي عليه. واخيرا لقاء الانتقام بقى على مرمى البصر، وبنروح ليولوجا وبنلاقيه بيستخدم الحاجز السحري بتاعه وواقف ضد البيدا، وهوبا الحاجز بيتدمر تماما. وايوه لويس بتقرر تظهر نواياها الحقيقيه، بتعرفهم ان لا فارق معاها الملك ولا حتى المتمردين، مش فارق معاها غير الفلوس مش اكتر. وهنا ديمترو بقى بيفاجئها وبيقول لها ما انا عارف يا عبيطه انك خاينه من البدايه، بس قلت اتسلى مش اكتر، وانت عارفاني يعني بموت في المغامرات. لا جامد يالا. بتهجم عليه بعدها بغباء، بس على مين؟ ده القائد جامد تنين، وواحده شمال والتانيه يمين، ولويس مش عارفه تعمل معاه اي حاجه. فيلكس بقى ومشى وما كان بيهجموا على البيت وهاتك يا ضرب. بيحاول يهرب ولكن ديمترو بيقول لهم هاتولي الكلب ده. بيكمل هو معركته بقى مع لويز، والبنت بتهجم عليه بكل قوتها، بتقول له بما انك عارف ان انا بخونك من الاول ليه ما خلصتش عليا؟ ليه سايبني كل الفتره ديت؟ وفجاه بتوقعه على الارض وبتقول له هات اخرك بس كده من عينيا. بوما بيصد هجومها بكل سهوله وبيقول لها انا عارف من الاول انك بتنقلي اخبارنا مقابل المال، وبرضه عارف انك بتساعد عيلتك بالمال ده، بس لو انت بقى شايفه ان الفتره اللي فاتت ديت كلها كانت تمثيل فانا متاكد ان هو غير كده. لويس بتتاثر فعلا وبتقول له حتى لو انت سامحتني فانا مش هسامح نفسي ابدا، وقبل ما ابقى معاكم انا كنت في فريق المرتزقه، لا ده كمان كنت القائده بتاعتهم. وفجاه الغضب بيسيطر عليها وبتهجم على ديمترو من تاني، بس المره دي ديمترو ما بيتحركش من مكانه، ولويز هي كمان بتوقف الهجوم. بتبدا تعيط. ديمترو بقى بيقول لها لو انت اتخليتي عن نفسك فانا مش هتخلى عنك ابدا. وبعدها الجا بيتدخل وبيديها مناديل ودوره بينتهي على كده. كتر خير ابوك والله، مش عارفين من غيرك كنا عملنا ايه يعني. ما علينا. ديمترو بينجح ان هو يسيطر على لويز وبيرجعها عليهم من تاني. اما بقى فيلكس وميشا فماسكين البيت وبيعلموا الادب، ولو ضربه ما جاتش فالتانيه هتصيب. ايوه فيلكس بيشتته وميشا بتروق عليه وبتفجره تماما، بس فجاه بنلاقيه اختفى من المكان. وبعد كده بقى بنروح لارسلان بنلاقيه واقف ضد الملك وبيستدعي سلاحه، وهوبا بيهجم عليه بكل قوته وبيقول له انا هنتقم منك، هنتقم علشان قتلت والدي واخدت العرش مكانه. الملك بقى بيبعده وبيقول له انا مش فاهم انت بتقول ايه، انا ما عملتش اي حاجه من اللي انت بتقولها. وفجاه بنلاقي العالم ده قدر ان هو يشغل البوابه للانتقال لعالم الارض، وبعدها طاقه كبيره غمرت كل شبر في المكان. هنا شين بيوصل عندهم وبيتدخل في المعركه وبيقف قدام ارسلان، بيسال الملك هو ارسلان ابنه الحقيقي ولا انت متبنيه. وهنا الملك بيقول له ان ارسلان ابنه ومش ابن حد تاني لا. ويا دوبك بيخبي سلاحه السحري بنلاقي البيت ظهر في المكان، بيهجم على ارسلان بكل غباء وبيوقعه على الارض، بيهجم عليه من تاني وخلاص شكلها دي نهايته، بس الملك بيضحي بنفسه وبينقذ ارسلان في اخر لحظه. ايوه تم قتل الملك وجفت الصفح ورفعت الاقلام. البوابه هي كمان تم تفعيلها بشكل كلي، وشين وارسلان بيهجموا على البيت ولكنه بيتفادى الهجوم، بيهرب لعالم الارض في الحال. الله هو ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ انا ما عدتش فاهم اي حاجه. طاقه البوابه بتتغير تماما والبيت بيختفي من المكان، بعدها البوابه بتتقفل وكل حاجه بترجع من تاني، الكل بيتجمع وحتى باسكال بيكون وصل للمكان. الملك بقى بيلفظ انفاسه الاخيره وبيقول لارسلان دلوقتي اقدر اسيب لك اندوره وانا مش قلقان. بيرقد في سلام تام. اما ارسلان بيبكي بحرقه على فراقه، بس فعلا ده ابو الحقيقي ولا لا؟ وهل البيت انتقل لعالم الارض ولا تم محوه من الوجود تماما؟ ده غير ان خبر موت الملك ده هيقلب المملكه راسا على عقب. وايه الاحداث اللي جايه بعد كده؟ يا ترى بقى ارسلان وشين هيسكتوا على اللي حصل؟ اكيد لا، ده لسه الحكايه وراها حكايه. المهم وبعد موت الملك ديمترو بيعرف ان الثوره انتهت بالفعل. ايوه بيقول للفريق احنا لازم نسيطر على الموقف قبل ما الفوضى تنتشر في ارجاء المملكه. اما بقى ارسلان واخد جنب من الدنيا كلها وعمال يفكر في اللي حصل وقد ايه الملك ضحى بنفسه علشان ينقذه، بالرغم من انه كان جاي علشان يخلص عليه اساسا. وهنا شين بيروح له كده وبيحاول يواسيه، وفجاه ارسلان بيعرفه ان احساسه بالندم خلاص هيقتله، وانه اتسرع جدا وكان لازم يتكلم مع الملك قبل اي حاجه. ده كمان كل ما
يحاول يفتكر والده الحقيقي ما بيجيش في باله غير الملك، وبيقول بعدها ان الغل كان عميه وكان لازم يسمع كلام باسكال لما قال له دور على الحقيقه، وقبل ما تعمل اي حاجه لازم يبقى معاك دليل. شين بعدها بيقول له عندك حق في كل كلمه قلتها، ومع ذلك وقت الندم عدى وفات يا صديقي، ومن دلوقتي انت لازم تدور على الحقيقه كامله وتحول الاسئله اللي في دماغك لاجابات صريحه تماما. وبالفعل بيدخلوا باتجاه البوابه من تاني، وارسلان بيقول انا لازم اعرف ايه غرض الملك من فتح البوابه لعالم الارض. واما شين بيقول بقى بما ان شكلي مطول هنا فانا هقف معاك لحد لما تعرف الحقيقه بالكامل، وده لحد لما الاقي طريقه ارجع بيها لعالم الارض من تاني. وهنا ليسيا بتنادي عليهم فبينزلوا من على الجدران، وهوبا شين الحماس بياخدوا شويه كده وبينزل بسرعه جدا، ويا دوبك ارسلان بيقول له خد بالك. بنلاقي شين اتزحلق وخلاص شكلها نهايته، بس على مين؟ ده شين المتين. الواد طلع بيهزر معاهم وبيقول لارسلان ثباتك كالعاده يلا. ومن الناحيه الثانيه باسكال شغال على معرفه اللي حصل، وبيقول ان الابحاث كانت تمام التمام، وان المفروض يعني البوابه كانت تفضل شغاله من غير اي اعطال، ولكن اللي حصل ده شيء محتاج للتفسير فعلا. باسكال بقى بيفضل شغال مع المساعد بتاعه لفتره طويله جدا، بيحطوا فرضيه كده بيقولوا بما ان الدنيا هنا تمام فاكيد الكارثه اللي حصلت ديت متعلقه بالاتجاه الاخر في عالم الارض. وهنا ليسيا وشين بيروحوا عندهم. باسكال بيقول له بقى انا اسف لاني لحد دلوقتي مش هقدر اساعدك ترجع لعالم الارض من تاني. شين بيقول له انا واثق انك هتلاقي طريقه، ولو ما لقيتش يعني فانا جامد وهلاقي طريقه بنفسي، بس الاهم من ده لازم نساعد ارسلان لانه مكتئب بقاله شويه بسبب اللي حصل، واظن كده انا عندي الحل. وهنا شين بعدها بيروح لارسلان وبيقول له بصراحه كده انا حاسس بالملل وما قداميش حل غير ان انا اطحنك واطلع الغل اللي جوايا فيك. طب وانا مال انا؟ شين بيقول له شكلك حلو وانت مكتئب وكمان خايف لاحط عليك يعني. وهنا ارسلان بيتعصب وبيطلع سلاحه هو كمان، بينزلوا ضرب في بعض واحده شمال والتانيه يمين. ده انا شين يا عم الجامدين. وبنعرف ان شين بيعمل ده كله علشان يطلع ارسلان من الاكتئاب ويخليه يفكر بطريقه سليمه، وبيستمر القتال ما بينهم طول اليوم لحد لما الاثنين بيجيبوا اخرهم وما عادش حد قادر يتحرك. شين بيقول له بقى بسبب ما انا لقيتك في حياتي ومش هسيبك غير لما تبقى راجل يلا. شين بيحاول يستفزه وبالفعل ارسلان بيهجم عليه بغباء، وهوبا شين بيطير سلاحه وبيحط عليه. انت فاكر انها كده بالسهل يا صديقي؟ لا والله. بوم ارسلان بيهجم على شين من تاني وبيجيب ابو الارض. ايوه العب بعيد يلا. وهنا بقى ارسلان بيفهم ان شين عايز يساعده، بالذات لما شين بيقول له انك لازم تبطل التفكير في الماضي وترجع لنفسك من تاني، وعموما يعني اكيد في ناس كتيره محتاجين المساعده وده دورك دلوقتي كامير. وهنا ارسلان بيستعيد ثقته من تاني وبيقول له تمام يا صديقي. وبنروح بعدها لديمتري بقى بنلاقيه مجمع الفريق وبيعرفهم ان المملكه بقت في حاله من الفساد والفوضى، وان النبلاء وزعماء المملكه الفاسدين بيهجموا على المدن والقرى وبينهبوها تماما، وانهم لازم يسيطروا على الوضع ده في اقرب وقت. وهنا لويس بقى بتعرفهم ان ما عادش ليها مكان في الفريق بعد اللي عملته، وعلشان كده هي قررت تمشي. بس ديمترو كان عنده راي تاني، بيقول لها ان ده اكتر وقت الفريق محتاجك فيه، ولو صدر مني غلطه فاظن دي انسب فرصه علشان تعوضي اللي حصل. لويس في الوقت ده بتتراجع عن قرارها وبتقول له انها هتعمل كل اللي تقدر عليه لدعم استقرار المملكه من تاني. وفي اللحظه دي شين وارسلان بيدخلوا عليهم، وبنلاقي ارسلان معنوياته بقت تمام وبيطلب من ديمترو ان هو ينضم ليهم ويساعدهم في محو الظلم والفوضى اللي عمت ارجاء المملكه. بس فجاه ديمترو بيضحك كده وبيقول له يا متخلف انت بالفعل انضميت للفريق من بدري. وفي اللحظه ديت باسكال والمساعد وليسيا بيوصلوا عندهم هم كمان. باسكال بيعرف شين انهم هيخلصوا تحقيق هنا وهيرجعوا للمختبر الملكي على امل انهم يلاقوا طريقه يرجعوا بيها لعالم الارض. وهنا بعدها بقى ديمترو بيقول له احنا لازم نرجع العاصمه، واثناء العوده هنحاول نسيطر على المناطق اللي ساد فيها الفوضى والفساد. وهوبا شين بيفرح والحماس عنده بيوصل ليفل ماكس، وبيقول لهم ان هو اللي هيبقى القائد في رحلته للعوده، وحاجه اخر حلاوه الصراحه. وعلى الصعيد الاخر بنلاقي احد النبلاء مجمع حبه جنود كده وبيهجموا على الناس وهاتك يا ضرب، بينهبوا ثرواتهم وبيسرقوا الطعام، وحاجه اخر افترى الصراحه. لا ده بيقول لهم ان القريه ديت بقت بتاعتي من النهارده وانتوا كمان هتبقوا الخدم بتوعي. وقبل ما يكمل كلامه هوبا بنلاقي خنجر اترشق تحت رجليه. ايوه ديمترو والفريق وصلوا عنده. ده انت يوم امك اسود النهارده. بيأمروا الجنود يخلصوا عليهم، بس على مين؟ ده احنا المتمردين. بيهجموا عليهم هم كمان وبيعلموا ابو الادب. وفجاه بقى بنلاقي الواد اللي شبه الخنزير ده بيهجم على ارسلان وشين، وبوم اركن يلا على جنب. اللي بعده اهناه يا سعده. وهنا الفاسد ده بقى بينفد بجلده قبل ما يحصل بقيه جنوده. وبعد شويه وقت كده بنلاقي زعيم القريه بيقعد مع الفريق وبيشكر ديمترو على وقفته معاهم، ولما شين بيعرفوا ان الراجل ده زمانه اتعلم الدرس ومش هيعمل كده تاني يعني زعيم القريه بيقول لهم لا، وبيبقى باين عليه ان هو قلقان جدا لان ممكن يرجع عليهم من تاني بعد ما الفريق ده يمشي من القريه. ديمترو بقى بيعرفهم انهم لازم يسبقوا الوقت ويطلبوا مساعده الحلفاء في السيطره على الفوضى اللي بقت في كل مكان دي. ارسلان بقى بيقول له انه حتى لو عملوا كده فمن الصعب السيطره على كل الاماكن في نفس الوقت، وان لازم الشعب يساعدهم علشان يرجع ليهم الامل من تاني. وفجاه زعيم القريه بيقول ان ده مش هيحصل غير بوجود ملك جديد، وبيطلب من ارسلان ان هو يعلن نفسه ملك لاندورا. بس الواد بيطنش كلامه ولا كانه سمع اي حاجه. وتاني يوم بقى ارسلان بيعرض عليهم ان هو يروح يتفاهم مع الفاسد اللي هاجم على القريه. ايوه عايزه ينضم ليهم وبدل ما كان بيهجم على القريه يدافع عنها. وهنا ديمترو بيوافق على طول وبياخد يلوجا وسين وارسلان على بيت الراجل عدل. بس في حاجه غريبه يا صديقي، مفيش اي حد موجود في المكان نهائي. بيدخلوا القصر وبيتمشوا شويه كده وهوبا يلوجا بيعرفهم ان في حد موجود في الاوضه دي،
وبالفعل اول لما بيدخلوا بيلاقوا الراجل قاعد متسمر مكانه خايف جدا وعمال يقول لهم انتوا ايه جابكم هنا. ارسلان بيقول له وعدنا انك مش هتأذي القرويين من تاني لان ده مش من حقك، وان المفروض واحد في مكانتك يساعد الناس بدل ما يسرقهم. فجأة بنلاقي الراجل اترعب اكتر وبيطلب منهم ينقذوه بسرعه، وبوم تم القضاء عليه في لمح البصر. بس ليه وازاي ده حصل اساسا؟ وهوبا بقى بنلاقي البيد موجود في المكان، هو اللي عمل كده، وشكله كده اتعرض لاحد اللعنات وتحول لشيطان مرعب جدا. كل منهما بيستدعي سلاحه والبيد بيهجم عليهم بغباء. ايلوجا بيصد الهجوم، وهنا ديمترو بيهجم عليه من تاني وبيشتته. شين وارسلان بيغفلوه ويضربوه في كتفه، بس فجأة كتفه بيتحول وبيخرج منه اشباح مرعبه. ارسلان وشين بقى بيحاربوه بكل قوتهم، بس الاشباح بيهجم عليهم من تاني وبيحاصروهم من كل اتجاه. اما البيد بقى بيمسك ديمترو وبيكسر بيه الشباك وبيرزعه في الارض وشكله خلاص هيموت. بس فجأة بنلاقي حد صد الضربه وانقذ ديمترو في اخر لحظه. ايوه ده قائد فريق المرتزقه، بس ليه بيعمل كده؟ وبنرجع فلاش باك بقى وبنعرف ان البيد هو اللي قضى على الفريق بتاعه في بابليون. لا ده كمان غدر بالقائد، ولكن لحسن الحظ القائد ما زال على قيد الحياه. ما علينا، القائد بيدخل في معركه شرسه جدا وبيقدر ان هو يتفوق على البيد كمان، حاجه اخر حلاوه. بيهجموا على بعض وبوم القائد بيقدر ان هو يصيبه بيعوره بغباء. وهنا البيد بيهرب من المكان بسرعه قبل ما يتم القضاء عليه تماما. وبعد كده ديمترو بيشكر القائد، وبالمناسبه اسمه كور. وهنا كور بيقول له انا ما اتدخلتش علشان سواد عيونك، لا انا بس عايز اقضي على البيد مش اكتر. ولكن بنتفاجئ ان ديمترو بيعرض عليه ان هو ينضم ليهم، وكور بيبقى متردد في الاول ولكنه في الاخر بيوافق. بس بقى بيقول له بمجرد ما خلص على البيد هسيبكم في الحال. وبعد كده بنروح لديمترو وبنلاقي قائد الابادو قاعد معاه وبيطلب منه المساعده، وده لان احد النبلاء الفاسدين بيهجم على الجزيره بتاعتهم باسطول من السفن واسلحه فتاكه. وهنا الفريق كله بقياده باسكال بيدخل عليهم وبيعرف ديمترو اخر ما تم الوصول ليه. بيقول له ان البوابه اللي بتربط ما بين اندورا وعالم الارض مش واحده، لا دول عباره عن بوابتين، واحده في بابليون والثانيه في عالم الارض. وبالتالي حتى لو تم تشغيل بوابه بابليون مش هتشتغل، واحتمال يبقى ليها اثار سلبيه زي اللي حصل مع البيت بالظبط كده. وان الحل الوحيد ان البوابه تتفتح من كلا الجانبين. وبيبص لشين بعدها كده وبيقول له اكيد هنلاقي طريقه نرجعك بيها. بيعرفوا كمان ان الطاقه اللي بتمد اندورا بالحياه بتتناقص بشكل مرعب، واحتمال كمان ان اندورا تتدمر تماما لو ما وصلناش لحل نهائي. ومن الناحيه الثانيه بنلاقي معركه على وشها البدء ما بين فيليكس وميشا ضد كور. ولويس طبعا كانت بتحاول تهدي الدنيا، بس ميشا كان عندها راي تاني، بتهجم عليه بكل غباء. واول لما بتبدا في القتال بنلاقي رمح اترشق وسطيهم. ايوه جيرادو قائد الابادون بيتدخل وبيحاول يلم الموضوع. بيقول لهم انا عارف ان الاثنين دول كانوا مجرمين، ومع ذلك الاثنين دول مننا، وانا بالنيابه عنهم بقدم اعتذاري، وبوعدكم ان لو حد فكر يغدر فيهم انا هخلص عليه بنفسي. وبالفعل قدر ينقذ الموقف ويهدي الدنيا على الاخر يا صديقي. وعلى الصعيد الاخر بنلاقي الحرب بدات على حدود الجزيره، واحد الفاسدين بيقول لهم يستسلموا والا هيخلص عليهم واحد ورا الثاني. وهوبا اثبت يلا مكانك واعرف انت بتكلم مين، ده انت يومك اسود يا حزين. بيقول لهم اتنين ضد الاسطول بتاعه ولا حاجه، وبوم تم تدمير الاسطول بالكامل وحاجه اخر حلاوه. وبعد المعركه بيتجمعوا سوا وديمترو بيطلب من جراديو يساعدهم في السيطره على مناطق الشمال، اما بقيه الفريق هياخدوا اتجاه العاصمه ويسيطروا على البلدان اللي هتقابلهم في الطريق. وبعد شويه وقت كده بنلاقي ارسلان خد ديمترو وشين على جنب وبيقول لهم ان ارسال الابادون في الشمال لغرض السيطره على الفوضى دي فكره منيله بنيله، وده لان الناس اساسا بيخافوا منهم وفاكرينهم حيوانات متوحشه، علشان كده لازم يتم ارسال فريق مكون ما بين الابادون والبشر. وهنا شين بيستهزئ بيه كده وبيقول له انا اول مره اشوف انسان براس كلبه بيقول كلام تمام. وهوب ارسلان بيمسك فيه وبيروقه صديقي على خفه الدم بتاعته دي. ما علينا يعني. المهم بنروح لاولوجا والبنات وبنلاقيهم قاعدين كده سوا وحاجه اخر حلاوه. وفجاه ليسيا بتقول لهم ان نفسها تعمل اي حاجه علشان تنقذ اندورا من الدمار. وهنا لويس بتقول لها انا هعرفك تعملي ايه، انت تشدي حيلك كده وتتجوزي ارسلان بدل ما انت بايره كده. وبيفضلوا يحفلوا عليها والبنت بتبقى مكسوفه ووشها بيحمر على الاخر. وبالليل بقى بنلاقي باسكال قاعد مع المساعد بتاعه، وفجاه كده ارسلان بيدخل عليهم بيسال باسكال اذا قدر يوصل لاي حاجه تخصه هو، لانه لحد دلوقتي بيدور على حقيقه علاقته بالملك. وهنا باسكال بيقول له اثناء بحثي في المختبر لقيت سجلات قديمه وبيعرفوا ان والده الحقيقي كان اسمه الرزام، وكان الملك السابق قبل ما خود الزان يمسك الحكم. بس المفاجاه انهم كانوا متحدين واقوياء جدا وقدروا انهم يسيطروا على شمال القاره تماما. لا ده كمان كانوا اول ما نكتشف بوابه بابليون، ودي المعلومات اللي قدر يجمعها لحد دلوقتي، لان في سجلات قديمه كتير جدا في المختبر. وباسكال والمساعد بتاعه بيوعدوه انهم هيساعدوه في معرفه الحقيقه كلها صديقي. وتاني يوم الفريق بيتقسم كمجموعتين كما هو مخطط بالتمام. جراديو بياخد فريقه وبيروحوا لشمال القاره، اما ديمترو بقى وبقيه الفرق بيتجهوا لقلب العاصمه مباشره. وبعد شويه وقت كده بيقدروا انهم يوصلوا لقلعه المملكه، ولما خلاص بيبقوا قدام البوابه بنلاقي بنتين من الخدم بيجروا ناحيتهم وبيرحبوا بيهم. حتى قائد الحرس والجنود ما بيصدقوا ان ارسلان ما زال على قيد الحياه وبيفرحوا برجوع الامير. ولما قائد الحرس بيسالوا عن الفريق اللي معاه فارسلان بيقول انهم اصدقاء وان مفيش خوف من ناحيتهم نهائي. ولما بيدخلوا القلعه الخدم بيعرفوا ارسلان ان اكتر من نص عدد الجنود تخلوا عن وظيفتهم بعد خبر موت الملك. وديمترو بيقول له انا متاكد انهم بقوا قطاع طرق ومرتزقه، وده اللي خلى المملكه دخلت في حاله من الفوضى. وفجاه صوت عالي جاي من الخارج، ولما بيروحوا هناك بيلاقوا كل من الحرس الملكي وفيليكس ومشي على حافه القتال. ايوه قائد الحرس بيقول لهم ممنوع التجول بداخل القصر وما زال شاكك فيهم يعني. وهنا ارسلان
ارسلان بيقول له ينزل سلاحه، بيقول له انا عارف انكم بتعملوا ده للحفاظ على حياتي، ولكن حابب اكد انهم اصدقاء وليسوا باعداء، ومفيش داعي يعني للي حصل ده نهائي. هو بالفعل بينفذوا كلامه في الحال، وهنا شين بيقول له لا مسيطر يلا وكلمتك مسموعه، يعني انا بدات اصدق انك امير بجد. ما علينا. المهم بنلاقي ان ارسلان بيتمشى لوحده في القلعه وبيوصل لغرفه الملك، بياخد الخنجر بتاع الملك وبعد كده بيروح لكرسي العرش وبيسرح شويه. وهنا ديمترو بينادي عليه وبيقول له ان الكرسي ده زي اي كرسي تاني، وان الفكره مش في الكرسي، لا الفكره في مين اللي قاعد هنا. وبيقول له اعمل حسابك ان طول ما الكرسي ده فاضي فالمملكه هتبقى في حاله فوضى، وبيسيبه بعدها وبيمشي. وبننتقل لمشهد اخر لما بنلاقي الوزير واقف مع جراديو وبيقول لها ان ديمترو ده عبقري، وانه ما كانش متخيل ان الابادون والبشر يقاتلوا في نفس الصف. وهوبا بيحس بحاجه غريبه باتجاه الغابه، وبالفعل بنلاقي جيش من الاشباح على مقربه من القلعه. وايوه ده اكيد البيد هو اللي عمل كده. الخبر بينتشر وقائد الحرس بيجمع الجنود وبيجهزهم للقتال، بس بنلاقي الجنود في حاله لا يرسى لها على الاطلاق، خايفين وبيقولوا ان خلاص دي النهايه. وهوبا بنلاقي الفريق وصل عندهم. ديمترو بيقول لهم خدوا جنب كده واستمتعوا بالمشاهده. ده حتى ارسلان بيجهز نفسه للقتال، وقائد الحرس بيقف خايف على حياه الامير وبيحاول يمنعه، بس على مين؟ ده ارسلان جامد تنين. بياخد شينو الفريق وبيهجموا على الاشباح بغباء وبيدخلوا في معركه شرسه جدا، بيخلصوا عليهم واحد ورا الثاني، ولكن بنلاقي الاشباح عددهم بيزداد. وفجاه بنلاقي شبح بيغفل ميشا وكان هيقضي عليها، ولكنه برضه يبعد عن بكره ابيه. ايوه كور بيتدخل وبينقذها في اخر لحظه، واول مره بنلاقي ميشا بتشكر حد اساسا. وبالفعل بنلاقي البيت بيتابع القتال، وشكله كده اتحول من وحش لشيطان كل هدفه الانتقام والدمار مش اكتر. بيحدد بعدها مكان شين وارسلان وبيهجم عليهم بكل غباء. شين بيصد الضربه بالعافيه وشكلها خلاص دي النهايه. البيت بيخرج منه عدد كبير من الاشباح وبيحاصرهم، وكل هدفه القضاء على الامير. بيهجم عليهم بشكل مرعب ومحدش قادر عليه. كور بيتدخل في القتال، ولكن البيت بيحاصره هو كمان، وعدد الاشباح بيتضاعف. انت فاكر بقى ان دي النهايه؟ لا والله. فجاه بنلاقي الحرس الملكي بيتدخل وبيقدموا الدعم بكل شجاعه، بيخلصوا على الاشباح واحد ورا الثاني. وحاجه اخر جمدان الصراحه، معركه بتجمع ما بين الحرس والمتمردين والابدون في نفس الصف. ايوه هو ده الكلام التمام. البيت بقى كان مستمر في المواجهه مع شين، وبوم ديمترو بيصوبه بالخنجر في رجله. شين بيشتته وارسلان بيضربه في عينه وبيعلم عليه مره ثانيه. ده العظمه ده يا صديقي. وكالعاده يا ساده البيت بيهرب من المكان قبل ما يتم القضاء عليه تماما، وكل من في المكان بيحتفل بالنصر العظيم ده، والدنيا بتبقى اخر حلاوه. الناحيه الثانيه بنروح لباسكال وبنلاقيه في المختبر الملكي مع المساعد بتاعه، بينصدم لما بيلاقي الابحاث مرميه في كل حته. بيقول اكيد ده حصل لما الملك غادر القلعه. وفجاه بنلاقي حد بينادي من وراه، وايوه ده روني صديق باسكال، وكان المشرف على الابحاث في المختبر، وبيبقى فرحان برجوعه من تاني. وبعد كده بيتجمعوا وبيبداوا يبحثوا عن سبب تناقص الطاقه الحيويه في مملكه اندورا، وان المملكه خلاص بقت على حافه الهلاك. وبعد كده بنلاقي الفريق كله متجمع داخل القلعه، وهنا كور بيقول لهم ان هو لازم يطارد البيد ويخلص عليه بنفسه، بس البيد دلوقتي وحش فتاك هو لوحده مش كفايه. وهنا لويس بتنضم ليه، وديمترو هو كمان بيبعت مع فيليكس وميشا. وفجاه ارسلان بيقول ان لازم يبقى معاهم دعم تاني، وبالتالي بيبعت معاهم مجموعه من الحرس الملكي. واثناء ما بيبقوا ماشيين في الطريق بيلاحظوا شيء خطير جدا. ايوه الارض الزراعيه بدات تفقد الحياه تماما نتيجه فقدان الطاقه الحيويه في المملكه. ولما الخبر بيوصل لديمترو بيتجمع مع بقيه الفريق، وبيقول ان لو الناس حست ان المشكله ديت ملهاش حل المملكه هتتحول لمجاعه والفوضى هتزداد اكتر واكتر. وبعدها ديمترو بيقول لهم انهم لازم يساعدوا الشعب ويقدموا لهم الطعام ويطمنوهم كمان، وده لحد لما باسكال والمساعد بتاعه يلاقوا حل للبلوه دي. وبعد شويه وقت كده ارسلان بياخد شين وبيعرفوا ان هو عايز يتكلم معاه في حاجه مهمه. بينزله في سجن القلعه وبيعرف شين ان ده نفس المكان اللي ظهر فيه اول مره، وبيقول له جرب زعق كده ولا اعمل اي حاجه يمكن ترجع للعالم بتاعك من تاني. وهنا شين بيطنشه وبيطلع على سلم غريب جدا وبيقول له هو ايه الفحره دي. ولما ارسلان بيقول له ركز معايا هنا فجاه شين بيزعق له وبيقول له انت بتفكر في ايه بالظبط؟ سيبك مني وفكر في المملكه اللي على وشك الدمار، انت امير فاشل ومالكش اي لازمه. ارسلان بيتعصب وبيهجم عليه، ولكن شين بيتفادى الهجوم. وهوب بنلاقي الارض انهارت من تحته وسقط في الحفره. ارسلان بيحاول يلحقه ولكنه بيقع هو الثاني، وشكلها كده دي نهايتهم. وهنا ارسلان بيستخدم سلاحه وبيتعلق في الجدران، اما شين بيلاحظ سلم غريب كده موجود في المكان فبيقفز عليه، وارسلان بيحصله من بعده وبيقولوا بقى بما ان مفيش طريق للاعلى فتعال نكمل لتحت. وبنلاحظ ان ارسلان ما يعرفش بالمكان هنا اساسا، ولما بينزلوا لتحت بيلاقوا المكان بيسود الظلام مفيش اي مجال للرؤيه. وهوب بيسمعوا صوت من وراهم وبيقول لهم انتم مين وبتعملوا ايه هنا؟ بيترعبوا وبيلفوا وراهم بسرعه وبيقولوا انت انس ولا جن ولا حكايه امك ايه بالظبط. ولما ارسلان بيقرب ناحيته بيلاقي ان ده احد السجناء من الابدون متكتف وقاعد على الارض، وبالمناسبه اسمه فريم. ولما بيسال ارسلان هو مين فبيقول له انهم بيشتغلوا خدم في القلعه الملكيه، وبطريقه ما يعني سقطوا من الاعلى ولقوا نفسهم هنا. ولما ارسلان بيساله من حبسك هنا فبيقول له الملك الزرام هو اللي عمل فيا كده. ايوه ده بقى ارسلان الحقيقي. الله هي ايه الحكايه بالظبط؟ بنعرف ان فريم كان قائد القوات الخاصه للمملكه، وبشكل تاني كان دراع الملك اليمين بينفذ كل المطلوب منه في الحال بدون اي تفكير او عصيان للاوامر. وبسبب غلطه واحده بس الملك حبسه هنا، ومع ذلك يعني هو ما زال بيحب الملك ومش زعلان على اللي حصل. وده لان الملك الزرام كان بيأدي واجباته على اكمل وجه، ولكنه اتغير تماما وبقى حد تاني، وده بسبب شخص لعين دخل وسطيهم. وبنرجع فلاش باك
بنحكي كده وبنشوف الملك الزران بجانب اخوه دلزان لاول مره لما بيلاقوا جثه قريبه من القلعه، فبيطلبوا من فريم يتخلص منها في الحال، ولكن بمحض الصدفه الراجل ده بيطلع عايش وما ماتش. وهنا فريم بيقول لهم بقى انه شكله مش من هنا، لا ده اكيد جاي من عالم الارض. وساعتها الملك بياخده معاه القلعه وبيضيفه على اكمل وجه، وبنعرف انه كان عالم وباحث ذكي جدا والملك كان مبهور بيه، لا ده كمان بيقدر ينتقل ما بين اندورا وعالم الارض بسهوله جدا. وفي احدى الايام بيتكلم مع الملك وبيقول له مع ان اندورا مكان جميل ومتشبع بمصادر الطاقه، الا ان عالم الارض مليء بالتكنولوجيا الحديثه زي الطيارات اللي بتنقله من مكان لتاني، حتى التليفونات اللي بتسمح ليهم بالتواصل في اي وقت، ده غير الاسلحه الفتاكه والقوى المدمره اللي بيمتلكوها. وتاني يوم بقى بيجيب هديه للملك، وايوه ده مسدس ناري، ولكن الملك ما يعرفش اي حاجه عنه. وبوم بعدها بنلاقي العالم ضرب نار على الزهريه ودمر ابوها، وطبعا الملك وفريم بيبقوا مصدومين جدا من اللي حصل. وبعد كده بقى العالم ده بيعرض على الملك الدمج ما بين تكنولوجيا الارض وطاقه اندورا الحيويه. الملك طبعا كان مبهور بيها جدا لدرجه انه طرد جميع العلماء والباحثين بداخل القصر الملكي، ولما دلزان بيحاول يمنعه الملك بيزعق معاه. بعدها بقى العالم لما بيشوف السلاح الخاص بالزرام بيبقى مبهور جدا لان الكلام ده مش موجود عندهم في عالم الارض، وبيعرف ان السلاح ده بيتكون من طاقه اندورا الحيويه والقوه البدنيه لسكان مملكه اندورا. وفي الوقت ده الملك ما بيبقاش شايف حد قدامه وبينفذ كلام العالم ده بالحرف. وفي يوم بيعرض على الملك بناء مدينه بابليون والانتقال ما بين كلا العالمين بحريه تامه، وبيقول للملك ان هو هيخلد اسمه في التاريخ لانه هيدخل تكنولوجيا الارض لمملكه اندورا. يا حلاوه، دلزران بيحذر الملك وبيقول له ان هو لو عمل كده اندورا هتتعرض للخطر، وكالعاده الملك بيزعق معاه. فريم بقى خلاص جاب اخره وبيروح للعالم ده وبيقول له انا متاكد انك بتكذب على الملك ومسوحه معاك، واكيد يعني في مكيده شيطانيه بتحضرها كمان. ايوه العالم بعدها بيضحك كده وبيقول له شكلك اذكى من اللزوم وده غلط على استمرار خطتي. وهنا فريم بقى بيطلع سلاحه وبيقول له استسلم والا اخلص عليك وهعرف الملك بحقيقتك كلها. بس فجاه بقى العالم ده بيروح ناحيته بكل ثقه وبيقول له انت فاكر ان وحش زيك هيتغلب على ذكائي؟ لا والله. بيعور نفسه وبيزعق وبيلم عليه الحراس كمان، وبالتالي الملك بيعاقبه، بس مش اي عقاب، لا الملك بيقرر ينهي حياته للابد، بيكتفوه وبيضربوه وبعدها بيوقعوه في حفره الهلاك. ومنذ ذلك الحين وفريم موجود بداخل الحفره دي. ارسلان بقى بيقول له طب العالم ده عمل ايه بالطاقه الحيويه؟ ففريم بيقول له ما اعرفش اي حاجه بعد كده. وهنا شين بيساله عن اسم العالم ده وفريم بيحاول يفتكر ولكنه ما بيفتكرش اي حاجه. وبعدها شين بقى بيقول له بما ان العالم ده كان بيتنقل ما بين الارض واندورا بسهوله فاكيد في طريقه اقدر ارجع بيها للارض من تاني. ويدوب فريم بيعرف ان شين من الارض بيجن جنونه، بيحرر نفسه كمان وبيطلع سلاحه وبيهجم عليه بكل غباء. انت فاكر بقى ان دي النهايه؟ لا والله. فجاه بنلاقي حجر سحر طلع من جسم شين، طلع طاقه مهوله بتحيط بالمكان كله، وهوب تم انتقال كل من شين وارسلان لعالم الارض. الاثنين واقفين متنحين ومحدش فاهم ايه اللي حصل بالظبط. ايوه ارسلان واقف مصدوم وشين الفرحه مش سايعاه. بيعرف ارسلان انهم اخيرا رجعوا لعالم الارض. وهنا شين بياخد ارسلان وبيروح على البيت، بيرن الجرس ويا دوب الباب بيفتح امه بتشوفه بتحضنه وبتفضل تعيط، بتعرفه انها كانت قلقانه عليه لابعد الحدود وما كانتش عارفه هو فين. وهنا شين بيعرفها على ارسلان وبيقول لها ان ده اكتر واحد ساعدني هناك علشان اقدر اجي هنا من تاني. والله زي ما سمعت كده. امه بتقول له انها مش فاهمه منه اي حاجه. وفجاه شين بيعرفها ان هو كان في عالم تاني وبالتحديد يعني في مملكه اندورا، وارسلان من سكان اندورا، لا ده كمان امير المملكه. امه بتقول له واحده واحده انا ما عدتش فاهمه منك اي حاجه. بتاخدهم وبيدخلوا جوه وشين بيحكي لها بالتفصيل، ولكنه بيقول لها انا كنت فاكرك مش هتصدقي الكلام ده ومع ذلك انت ما اتفاجئتيش حتى. هنا الام بتقول له بحكم انها عالمه اثار على قد ما هي مصدومه هي برضه بتتحكم في مشاعرها، وده غير ان في روايات كتيره عن وجود عالم تاني وبالفعل كتير من الناس مصدقين ده وانا وابوك منهم طبعا. وهنا شين بيعرفها ان هو لازم يروح لوالده في المختبر وده علشان يطمنوا عليه. وفي الوقت ده امه بتجيب لهم اكل علشان تحتفل بيهم، وشين بيبقى فرحان جدا لانه اخيرا هياكل من عالم الارض، وانهم في اندورا كانوا بياكلوا ضفادع وبلاوي ما يعلم بها غير ربنا. ما علينا يعني. المهم ارسلان هو كمان بيبقى مبهور من منظر الطعام، وبعد ما بيخلصوا اكل شين بيحكي لامه على كل حاجه، بيحكي لها كل حاجه حصلت له في اندورا بالتفصيل. وفجاه بقى ارسلان بيلمح صوره كده فبيروح عندها وبيسال شين هو ايه ده بالظبط، فبيعرفوا ان دي صوره وانها تكنولوجيا في عالم الارض. وهنا الام بتوري ارسلان صوره كمان لشين وهو صغير، وهوب ارسلان بيتخض كده وتقريبا لاحظ حاجه. ما علينا. بيروحوا بعدها علشان يناموا شويه، وشين بيعرف ارسلان انهم هيروحوا لبابا الصبح وان بابا عالم ابحاث واكيد هيساعد ارسلان يرجع العالم بتاعه. وبالفعل تاني يوم شين بياخد ارسلان وبيخرجوا شويه يقضوا يوم اخر جمدان الصراحه. بيعرف ارسلان على عالم الارض وطبعا ارسلان بيبقى مبهور جدا. وبعد شويه وقت كده بيروحوا المختبر عند اسانغا والد شين، ولما والده بيشوفه بيجري ناحيته وبيبقى فرحان ان هو بخير. وهنا شين بيعرفه على ارسلان وان هو جاي معاه من اندورا، وكالعاده ابوه ما بيتفاجئش، لا بيقول له كنت عارف انك هناك، بس هو يقصد ايه بالظبط. المهم بيقعدوا سوا وشين بيحكي له كل حاجه وبيقول له انهم لازم يساعدوا ارسلان يرجع لاندورا من تاني. وهنا ابوه بيقول له ان الكريستاله اللي نقلته ديت تم اكتشافها عن طريق امه واكيد بتحتوي على كميه كبيره من الطاقه، ده غير قدرتها على الانتقال الاني. وبيقول له بعدها ما تقلقش يعني انا اكيد هلاقي حل. وهنا شين بيستعجل والده وبيعرفه ان ارسلان ابن ملك اندورا السابق وان عمه دلزان قتل ابوه
واخذ الحكم مكانه، ولكن دلزان مات هو كمان، واندورا بقت في حاله كبيره من الفوضى. اسانغا بيطمنه كده وبيقول له انه هيرجعه لاندورا في اقرب وقت. وفجاه ارسلان بيسرح وهوبا شكله كده افتكر حاجه. بعد كده بقى بياخدوا بعضهم علشان يروحوا، بس ارسلان بيقف مكانه بيبدا يفتكر كل حاجه بالتفصيل. لا ده كمان بتيجي في باله صوره شين وهو صغير، ايوه ده كان ماسك ختم مملكه اندورا. الله هو ايه الحكايه بالظبط؟ بيقول انا مش غلطان لا. وفجاه بياخد بعضه بيرجع للمختبر بسرعه وبيروح على اسانغا بيقول له انت صدقت كلامنا مش علشان الروايات بتاعه العالم الاخر، لا انت كنت هناك اساسا. شين بيحاول يسكته بس ارسلان خلاص افتكر، ايوه افتكر شكل العالم اللي وصل عندهم زمان، وبوم اسانغا بيضرب عليه بالنار وشكلها خلاص دي النهايه. شين واقف مصدوم وما عادش فاهم اي حاجه. وفجاه بقى اسانغا بيقول ان هو هيموت ارسلان زي ما قتل ابوه بالتمام. ايوه اسانغا هو اللي قتل الملك الزرام. ارسلان بيتعصب وبيحاول يستدعي سلاحه ولكنه بيفشل. اسانغا بيقول له انت فاكر نفسك في اندورا يالا ولا ايه؟ بينادي على شين وبيقول له تعالى، ولكن ارسلان بيمنعه، بيعرفه ان هو مش ابنه، لا ده تقريبا كده شين طلع ابن دلزان، بس ليه وازاي؟ وهنا ارسلان بيضربه بالخنجر وبياخد شين وبيهرب، وخيبات الامل تملى المكان بالكامل. شين ما عادش قادر يتحرك. وبنرجع احنا بقى فلاش باك علشان نعرف الحكايه من الاول. بنعرف ان اسانغا كان عالم بسيط وكان مستني مولوده الجديد، ولكن للاسف ابنه بيموت اول لما بيتولد، واسانغا الحزن بيسيطر عليه تماما. وبالصدفه بيقدر يتنقل لعالم اندورا وبيتعرف على الملك، ولما بيعرف ان في مصدر طاقه موجود هناك بيتحول لشخص طماع والجحود بيملى قلبه، وبيفكر يستغل الطاقه ديت لمصلحته ويجيب من وراها فلوس كتيره جدا. وبما ان اندورا مملكه بدون تكنولوجيا فالملك بيستغرب اول لما بيشوف ولاعه. والله زي ما سمعت كده يا صديقي. وفي اللحظه ديت الملك بيعرف اسانغا ان دلزان عنده ابن مريض محدش قادر يعالجه، وبيعرض عليه ان هو يسلم ابنه لاسانغا لعل وعسى تكنولوجيا الارض تقدر تعالجه. اسانغا فعلا بيعرفوا ان مجال الطب متطور جدا في عالم الارض واكيد هيلاقوا علاج لحالته. دلزان بيبقى متردد في الاول بس ما فيش قدامه حل تاني لانقاذ ابنه، وبالتالي بيروح يودع ابنه وبيسلمه لاسانغا، وبالفعل بياخده لعالم الارض وبيعالجه وبيوديه بعدها البيت بتاعه، ويوم ورا التاني والابن ده بيكبر وبيتعود عليه. وبالمناسبه الطفل ده يبقى شين يا صديقي. وبعد شويه وقت كده اسانغا بيقنع الملك ببناء مدينه بابليون وفتح البوابه المكانيه باستخدام الطاقه، وده يسمح له يروح السطح في اي وقت ويجلب تكنولوجيا الارض للمملكه، وده ممكن يخلد اسمه في التاريخ. والزرام طبعا بيعجبه الكلام وبيروح لبابليون، وهناك بيكتشف خيانه اسانغا وانه عمل كل ده علشان يحصل على الطاقه الحيويه. بيحاول يمنعه بوم اسانغا بيضربه بالرصاص وبيخلص عليه. ولما دلزان بيوصل بيلاقي اخوه بيلفظ انفاسه الاخيره بيفارق الحياه. دلزان بعدها بيتحايل على اسانغا يرجع له ابنه، بس اسانغا بيقول له تعالى خده ده لو قدرت يعني، وهوبا بيختفي من المكان للابد. وبننتقل لشين وبنلاقيه اخد ارسلان وروح البيت وقرر يواجه والدته بالحقيقه. وهنا امه بتعرفه ان بعد اللي اسانغا عمله ما كانش في فرصه انك ترجع لاندورا من تاني، وبالتالي هي اهتمت بيه وكبرته واعتبرته ابنها. وفجاه بتديله الختم الملكي بتاعه، وارسلان بيعرفه انهم في الاساس ولاد عم. ولما بيدخلوا الاوضه يناموا شويه شين بيبدا يفتكر الماضي وان ابوه الحقيقي مات قدامه وهو ما قدرش يعمل اي حاجه. وفجاه بقى ارسلان بيقول له انا دلوقتي عرفت ليه دلزان كان مصمم يجدد مدينه بابليون. ايوه كان عايز يوصل ليك يا شين، انت كنت هدفه الوحيد طول السنوات اللي فاتت. وبعد ما شين بيعرف الحقيقه بيدخل في حاله اكتئاب، بيرفض الاكل والشرب تماما. وارسلان بيدخل عليه وبيحاول يساعده ولكن لا حياه لمن تنادي. وفي الوقت ده ارسلان بيقرر يروح لاسانغا بنفسه ويحاول يتكلم معاه. بياخد بعضه وبيروح للمختبر ولكن الحرس بيمنعه من الدخول. ولما اسانغا بيشوفه بياخده وبيروح على المكتب بتاعه، وبنلاقيه موجه مسدس كده ناحيته وبيقول له لو حاولت تخضر هفجر دماغك. ارسلان بيقول له انا هنا علشان اسالك على حاجه بس مش اكتر، وبعدها همشي على طول. بيساله اذا كان فعلا بيحب شين وبيعتبره ابنه ولا لا. فاسانغا بيقول له ان حتى لو شين مش من دمي فانا اولى حد بيه، انا ربيته وعالجته وبعتبره ابني واكتر كمان، وكل اللي انا عايزه انهم يرجعوا عيله زي زمان. وبيعرف ارسلان ان هو لو بعد عن طريقه هو وشين مش هيخلص عليه وممكن كمان يساعده يرجع لاندورا من تاني. وهنا ارسلان بياخد بعضه وبيرجع لشين يعرفه انه كان عند اسانغا في المختبر، بيحكي له على كل اللي حصل بالتفصيل وبيقول له انت لازم تتكلم معاه وما تعملش غلطتي، لان انا كان لازم اتكلم مع دلزان الاول وبعد كده اخد القرار بتاعي. انت كمان يا شين لازم تنسى اندورا بالكامل وتتكلم مع اسانغا وبعد كده باخد قرارك براحتك. وهنا شين بيشكر ارسلان وبيقول له ان هو بالفعل هيروح يتكلم مع اسانغا. ومن الناحيه الثانيه بنلاقي الفريق ما زالوا بيدوروا على شين وارسلان، وفجاه بنلاقي ليسيا واحد الجنود بيجروا على ديمترو وبيعرفوا ان احد الحراس شافهم ماشيين سوا باتجاه سجن القلعه. وليسيا بتعرف ديمترو ان السجن ده هو اول مكان ظهر فيه شين. هنا جرادو بيروح يتفقد السجن من الداخل وبعد كده بيعملوا اجتماع ما بينهم، وبنلاقي بعدها باسكال بيعرفهم ان هو اكتشف طريقه للسفر ما بين اندورا والارض. الكل بيتصدم وبينتبهوا ليه جدا وهو بيحكي لهم كل حاجه. بيقول لهم ان هو اكتشف في السجلات الاثريه وجود بلورات تحتوي على قوه مذهله واسمها البارون بلو. دي كانت بتسمح بالتنقل ما بين كلا العالمين بسهوله تامه، ولكن في احد الايام القوه دي تحطمت بالكامل، ولو حد لقى جزء منها بتستقر في جسمه ولكنها بتشتغل بنبضات القلب والمشاعر اللي زي الخوف او الغضب او حتى الفضول. ايوه ده اكيد شين كان جواه الطاقه ديت وعلشان كده عارف يجي هنا، ودلوقتي اكيد هم لسبب ما هم موجودين على الارض. لعب
افكار يلا يا باسكال مفيش كلام. وبنرجع احنا لشينو بنلاقيه واقف مع ارسلان ومستني اسانغا عند واحد من المختبرات القديمه التابعه ليه، وتحديدا اول مختبر لاسانغا في حياته. وفي الوقت ده اسانغا بيكون وصل عندهم وبيقول لارسلان انت ايه اللي جابك هنا يلا. ارسلان بقى بيعرفه ان هو مش هيبقى مصدر ازعاج وان هو جاي هنا علشان يسمع الحوار بدون تدخل. بعدها شين بيقول لاسانغا بالرغم من انك قتلت الزرام وفي ناس كتير اتأذت بسببك في اندورا ومع ذلك انا مش عارف اكرهك، بس انت ليه عملت كده؟ وهوبا اسانغا بعدها بيطلع بلورة من جسمه، وايوه هي ديت قوه البارون بلو زي ما باسكال قال بالظبط. اسانغا بيعرف شين ان ده عباره عن حجر انتقال اني ما بين اندورا وعالم الارض، وهنا شين بيعرف ان جوه جسمه حجر من البارون بلو هو كمان، وده اللي خلاه ينتقل ما بين اندورا والارض هو الثاني. اسانغا بقى بيقول له ان اندورا بتحتوي على مصدر طاقه مرعب جدا، وان هو قدر من خلال الطاقه ديت يغير عالم الارض تماما، ده غير انها بقت مصدر طاقه رئيسي في كل التكنولوجيا الموجوده دلوقتي. شين بيقول له انت كده عايز تدمر عالم كامل من اجل مصلحتك الشخصيه، فبيقول له طب ما يتدمر ولا حتى يولع يا ابني، اي حاجه في الدنيا ليها مكسب وخساره، وبعدين يعني انت كنت فاكر اجيب فلوس منين علشان اقدر اعالجك؟ ايوه انت اول واحد استفاد من ورا الطاقه ديت. ولما شين بيعرف ان اسانغا سبب تناقص الطاقه بيطلب منه يوقف اللي بيعمله في الحال، بس اسانغا كان عنده راي تاني، بيقول له اندورا ما قدامهاش كتير وتتدمر تماما، خليك معايا وتعالى نفكر في مستقبل الارض ونظبط الاداء هنا، وبعدين يعني انا قربت اكتشف حاجه تجدد الطاقه اللي على الارض بعد فناء اندورا بالكامل. شين بيقول له انت استحاله تكون انسان، انت اكيد مختل عقليا. وهوب بعدها اسانغا بيتعصب وبيطلع المسدس وبيوجهه ناحيته، ايوه لو انت مش هتساعدني فما تبقاش عقبه بالنسبه لي. وهنا ارسلان بيهجم عليه وبينقذ شين في اخر لحظه. اسانغا بيقدر يضرب ارسلان وبيوقعه على الارض وعاوز يخلص عليه، بس انت فاكر بقى ان دي نهايتهم؟ لا والله، بوم طاقه البارون بلو بتتفعل وبتخفيهم من المكان، وبننتقل بقى المعركه شرسه جدا ما بين الفريق والبيت. ايوه قدروا انهم يلاقوه حل فين ما يرجعوه الا لما يخلصوا عليه تماما. كورو والبيت بيهجموا على بعض بكل غباء، وهوبا طاقه بتظهر ما بينهم، وبنلاقي بعدها شين وارسلان وقعوا قدام البيت. ده ايه الحظ المنيل ده يا صديقي؟ الكل بينصدم طبعا ومحدش في الفريق عارف ايه اللي حصل بالظبط. وهنا البيت بيقول لهم الحمد لله على السلامه، وهوبا بيهجم عليهم بغباء ولكنهم بيتفادوا الهجوم بسرعه. شين بيقول لارسلان شوف يا اخي اندورا شرحه وبرحه قد ايه، انما برضه حظنا جابنا هنا، يا رب نموت ونخلص بقى من النحس ده علشان انا زهقت الصراحه. وفجاه بيستدعوا اسلحتهم وبيدخلوا في معركه شرسه جدا مع البيت، والفريق بيمسك الاشباح وبياخدوا عليهم واحد ورا الثاني. اما شين وارسلان مكملين معركتهم مع البيت، وفجاه بيسيبوا المعركه وبيتكلموا عن البارون بلو، وهل شين هيقدر يستخدمها من تاني ولا لا؟ البيت بيتعصب وبيقول لهم كفايه كلام، تعالوا يلا علشان عايز اقتلكم بسرعه. شين بيقول له انت مش شايفنا بنتكلم في حاجه مهمه يا بقى، انت اخرس لحد لما نخلص كلامنا. ويا ريتهم قال كده يا صديقي. البيت بيتعصب اكتر واكتر وبيطلع اشباح كتيره جدا بيهجم عليهم بكل قوته، ولكن فجاه كور بيتدخل وبيصد هجومه في ثواني، بس بعدها ايد شيطانيه بتطلع من البيت وبتكتف كور تماما، شكله خلاص هيموت. ارسلان وشين بيجروا يهجموا على البيت بسرعه وبيضربوه وبينقذوا كور من الموت، وفجاه بنلاقي البيت عمال يصرخ وشكل كده قوى الشر اتجمعت جواه. بعدها بيتحول لوحش مرعب وفتاك لابعد الحدود. الفريق بينصدم من اللي شايفينه ومحدش عارف يعمل اي حاجه، البيت اتحول بشكل كلي وما عادش حد قادر عليه. بعدها كور بيقول لهم البيت كانت هبه منه لما كان سليم، ما بالكم لما اتجنن وتحول لنا بالشكل ده شكلنا هناكل على دماغنا. بعدها البيت بيهجم على ميشا، ولكن لويس بتلحقها بالعافيه. ميشا هي كمان بتتعصب وبتهجم عليه، بس على مين؟ ده البيت ملك الشياطين بيهجم على ميشا بغباء، وهنا فيليكس بقى بيضحي بنفسه وبينقذها في اخر لحظه، بيتدمر تماما، شكلها خلاص دي نهايته. اما ميشا بتجري علشان تنتقم من البيت، ولكنها كانت هتاخد واحده تقضي عليها، ومن تاني لويس بتضحي بنفسها هي كمان وبرضه بتنقذها. الفريق بيقع واحد ورا التاني وما عادش حد قادر عليه، وفي اللحظه ديت بيقرروا ينسحبوا باتجاه القلعه بسرعه قبل ما يتم القضاء عليهم كلهم. وعلى الصعيد الاخر ايلوجا بيحاول يستخدم قدرات التواصل ما بينه وما بين اندورا علشان يكتشف سبب انخفاض الطاقه، ولكنه بيغمى عليه في الحال. وفي اللحظه ديت باسكال بيقدر يحدد مكان في منتصف الميه، ايوه هو مركز انخفاض الطاقه الحيويه، وباسكال بيشك ان في جهاز استخراج طاقه موجود هناك ولا حاجه، وده اللي بيسبب البلاوي ديت كلها. وفي الوقت ده شين وارسلان بيوصلوا عندهم وبيفرحوا انهم رجعوا من تاني، بالذات لما شين بيعرفهم انهم كانوا في عالم الارض، وبيأكد على كلامهم في وجود جهاز لاستخراج الطاقه الحيويه. ولما المساعد بيقول له انت ليه متأكد كده؟ فبيقول له بسيطه لان اللي عمل الجهاز ده يبقى ابويا، وبيعرفهم كمان حقيقته ان هو في الاصل ابن دلزان الملك السابق اللي مات. وبعد شويه وقت كده بنلاقيهم بيحفروا حفره حوالين القلعه استعدادا لمواجهه البيت. اما ليسيا بتخلي فليرون يتحول، وبنعرف انهم قسموا المهمات ما بينهم، وان كل من ارسلان وشين وباسكال هيروحوا مكان انخفاض الطاقه، اما بقيه الفريق فهيواجهوا البيت واللي بالفعل بدا يظهر في المكان، وخلاص بقى على مرمى البصر. بس على مين؟ ده احنا المتمردين. المكان بيتفجر بالبيت، وبنعرف انهم كانوا عاملين له فخ ليه وبيجيبوا ابو الارض، حاجه اخر حلاوه. اما ارسلان وشين فبيطيروا باتجاه انخفاض الطاقه، بس فجاه بنلاقي البيت بيكتف فليرون وهو طاير في الهواء، شكلها خلاص دي نهايتهم. باسكال هو التاني بيسقط من على التنين وبيقع على البيت وبيقول له ما بدهاش بقى، خلاص كده انا جبت اخري. بيبص لهم كلهم وبيقول لهم انا واثق انكم هتنجحوا في انقاذ اندورا، وهوبا بيطلع قنبله يدويه من معاه وبيفجر نفسه في البيت وبيحرر التنين. ايوه
ايوه باسكال ضحى بنفسه في سبيل انقاذ المملكه. الكل طبعا كان واقف مصدوم ومحدش مستوعب اللي حصل. ديمترو بعدها بيقول للمساعد يروح يدور على باسكال لانهم شافوه بيقع في الغابه، اما هم بقى فهيقضوا على الوحش ده. وهنا المساعد بيديله قنبله يدويه وبيعرفه انها شديده الانفجار وان باسكال اخترعها مخصوص للوقت ده، وبياخد بعضه بعدها وبيروح يدور على باسكال. وفجاه كور بياخد القنبله من ديمترو وبيقول له محدش هيخلص على الوحش ده غيري. ايوه انا ليا طار قديم معاه ولازم اخده النهارده. وفعلا البيت بيهجم عليهم وبيدخلوا في معركه مرعبه جدا، والبيت قوته كانت غير محدوده، بيقدر يجدد نفسه كمان وبيهجم على ميشا، ولكن ديمترو بينقذها في اخر لحظه. الموضوع بيخرج عن السيطره وشكلها خلاص دي نهايتهم. وهنا ديمترو بقى بيعرفهم ان هو عنده خطه. ايوه هنشتت انتباه الوحش وكور هيوصل للنواه بتاعته ويفجر ابوها. تمام. جراديو بعدها بيعرف كور ان مفيش فرصه تانية وانهم لازم ينجحوا مهما كلفهم الامر من خسائر. وبالفعل بيهجموا عليه وبيضربوه وبيشتتوه تماما. ميشا فعلا بتقدر تصيبه وهو ده الوقت التمام. كور بيجري عليه بكل سرعته وفعلا بيقدر يسيبه في مركز الطاقه، حاجه اخر عظمه الصراحه. بس فجاه بنلاقي البيت هجم على كور وبيحاصره وبيكتفه، ولكن بكل شجاعه كور بيضحي بنفسه وبيفجر القنبله، بينسف ابوه تماما وبيخلص عليه. اما شين وارسلان فاخيرا بيوصلوا لمركز انخفاض الطاقه واللي هو برج عملاق في منتصف الميه، مصدومين من حجمه وفليرون بيطير بيهم لفوق، بيقدر يوصلهم لسطح المبنى بسلام. بس هو ايه ده بالظبط؟ دي حاجه ولا في الخيال، وزي ما يكون مبنى من الفضاء مش من الارض. لا بيروحوا بعدها عند بلوره تجميع الطاقه وبنلاقيها كبيره جدا، كل منهما بيستدعي سلاحه وبينزلوا ضرب وتكسير فيها، ولكن بلا جدوى. البلوره اقوى من اي درع صلب انت ممكن تشوفه في حياتك. شين بعدها بيوقف هجماته وبيستخدم ذكائه وبيعرف ارسلان ان دي حاجه اسمها انشقاق جوهري. ايوه كل بلوره ليها نقطه ضعف ولازم نضربها منها. ارسلان بيقول له انا مش فاهم. شين بيقول له بسيطه، خلي السلاح بشكل عمودي وبوم بينجح ان هو يكسرها يا صديقي، حاجه اخر حلاوه الصراحه. ارسلان هو التاني بيضرب البلوره وفعلا بيقدر يكسرها. وهنا شين بقى بيقول لارسلان اوعدني لما نرجع تعلن نفسك ملك لاندورا. صدقني ده الوقت المناسب لكده، لان اندورا بدون ملك هتتدمر من تاني. ارسلان بيبقى متردد كده ولكن شين بيقول انا معاك. وفجاه بيهجموا على البلوره بكل قوتهم وهوبا بنلاقي هجوم مرعب صد ضربتهم. ايوه اسنغ بنفسه وصل عندهم بيقول هندمك يالا منك ليه؟ بقى شويه عيال زيكم عايزين يهدوا كل اللي انا بنيته ده عندها يالا. بيقول لشين انا لحد اللحظه ديت ممكن اسامحك بس انضم ليا وخلينا نخلص على الواد اللي جنبك ده. شين واقف مكانه وبيقول له انت اكيد مش انسان، لا انت الغل ملا قلبك والكبر خلاص عماك، انا عمري ما هسمح لك تاذي حد طول ما انا عايش. اسنغ بيقول له بسيطه وهوب بيطلع اسلحه مهوله من ظهره وشكلها خلاص دي نهايتهم. بس هو ازاي قدر يطلع اسلحه مع انه مش بينتمي لاندورا اساسا؟ ايوه المجرم ده بعد ما قتل الزرام اخذ الجينات بتاعته ودمه حقنهم جوه جسمه، وبوم طق بيقضي على فليرون بضربه مش اكتر، والعيال بتهجم عليه بكل قوتهم، واحده شمال والتانيه يمين، ولكن اسنغ قوته فاقت الشياطين بيثبتهم مكانهم وما عادش حد قادر عليه. بيكتف شين وبيهبده في الارض وبيهجم على ارسلان وبيعوروا كمان. شين وارسلان بيقفوا كده وبيقولوا خلاص لو مش هنقدر نمنعك فحياتنا مش اغلى من اللي راحوا. ايوه بيهجموا عليه من تاني ولكن بلا جدوى. اسنغ قوته تفوق الخيال وبيقول لهم يلا نسيبنا من اللعب بقى، يلا نبدا الجد دلوقتي. وشكله كل ده كان بيسخن مش اكتر. بيهجم بعدها على شين وبيعوره وبيمسك ارسلان ويجيبه الارض، بيقول له ضعيف وغبي زي الزران بالظبط وعمرك ما هتقدر تكسبني. هنا ارسلان بقى بيتعصب وبيقول له تمام. السلاح بتاعه بيتطور وبيوصل ليفل ماكس. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ارسلان بيقول له بقى انا لو كنت بحارب علشان اخد حق الزرام فدلوقتي بحارب علشان اندورا باللي فيها، انا مش هرحمك. شين هو كمان بيتحفز وبيقول له هو ده الكلام. اسنغ بيتضايق وبيهجم عليه وبيعلقه في الهواء، بس على مين؟ ده ارسلان جامد تنين. بوم بضربه واحده بيكسر سلاح اسنغ وبيحرر نفسه كمان. شين هو التاني بيهجم عليه واسنغ بيحاول يصد الهجوم بس خلاص فات الاوان. الواد سلاحه بيتطور اكتر واكتر واسنغ ما عادش قادر عليهم. ده ايه العظمه ديت؟ بس برضه اسنغ مش هيتهزم بالسهوله ديت، لا ده بيهجم عليهم بكل غباء وبيعور شين وبيدمرهم تماما. ايوه بيروح لشين وبيقول له انت كده خلاص جبت اخرك معايا، بيكتفه وبيعلقه في الهواء وشكلها خلاص النهايه. اسنغ بيهجم عليه وشين مش فارقه معاه، بيواجه الموت بكل شجاعه وبيقول له هات اخرك. ولكن انت فاكر ان دي النهايه بجد يا صديقي؟ لا والله. ارسلان سلاحه بيتطور كمان وكمان وبيهجم على اسنغ بكل قوته. فيلون هو التاني بيساهم في الهجوم وبوم بيخلصوا على ابوه في لمح البصر. شين بقى لما بيشوفه بيفتكر ذكريات زمان وبيبقى زعلان جدا على اللي حصل. وفجاه بنلاقي البلوره بتتدمر والمكان بدا ينهار وشكلها نهايتهم هم كمان. شين بيمسك في الصخره دي وبيلحق ارسلان بالعافيه، بيحاول يستخدم البارون بلو وبينتقلوا من المكان ولكنه برضه ما بيعرفش بيشتغل ازاي اساسا. وللاسف كل منهما بيسقط من الاعلى وهوبا بنلاقي فلورون رجع للحياه من تاني وانقذهم من الموت بعجوبه. ومن الناحيه الثانيه بنلاقي المساعد قدر يوصل لباسكال وانه ما كانش مات ولا حاجه، بنلاقي متعلق وسط الاشجار وبنعرف انه قدر ينجو بسبب الهدوم بتاعته لانها ضد الانفجارات وحاجه اخر دلع. بعد شويه وقت كده بقى بنلاقي ديمترو والفريق متجمعين وهوبا شين وارسلان بيوصلوا عندهم. الدنيا بتبقى تمام التمام وبيفرحوا جدا لما بيعرفوا ان باسكال ما زال على قيد الحياه. وبعد كده بنلاقي ديمترو وشين وارسلان واقفين سوا وهنا ارسلان بيشكر ديمترو
مترو على كل حاجه عملها معاه. ليسيا بتدخل عليهم هي كمان، ولما ارسلان بيتلفت ليها بيشكرها على كل اللي عملته، بيقول لها انا اسف لو خليتك تقلقي عليا. البنت هنا بتتاثر وبتعيط جدا، وارسلان ما بيكونش عارف هي بتعيط ليه. فشين بيقول له ما اكيد حمار زيك هيسال سؤال زي ده، البنت بتحبك يا غبي، ما علينا يعني. بعد كده بقى بياخدوا استراحه وبيحتفلوا برجوع اندورا ليهم من تاني، والدنيا زي العسل. ولكن فجاه بنلاقي شين بيسيبهم وبيخرج لبره، وارسلان بيروح وراه علشان يعرف شين ان هو لازم يرجع لعالم الارض من تاني، لان بالرغم ان ده وطنه الحقيقي الا ان والدته اكيد مستنياه وانها ملهاش غيره دلوقتي ولازم يرجع لها. فعلا الواد بيسلم على ارسلان وبيقول له خلاص تمام، خلي بالك على نفسك، واكيد يعني هنتقابل من تاني. وبعدها بيسيبه يمشي ويرجع للارض من تاني. ولحد هنا بيخلص الانمي بتاعنا يا صديقي. لو عجبك قول لنا في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك يا عم، ويلا سلام سلام سلام.